طبعا كلنا دلوقتي متمنين ان منتخب مصر بعد الاداء اللي عمله ان هو يكسب البطوله ان شاء الله، ومصر عمرها ما دخلت بطوله غير ما كانت المرشح الاول ليه. فالناس عايزه تعرف دلوقتي لو احنا وصلنا النهائي هنبقى عاملين ازاي، وفي فرصه نكسب البطوله فعلا ولا لا. معاكم في بودكاست كوره كاست محمد الشهاوي مع صاحبه وحبيبي تامر الخولي. ازيك يا تامر؟ إيه اهلا الأخبار؟ بيك يا محمد، اهلا بيك يا حبيبي. البطوله كانت بدات، لو تفتكر اخر بودكاست كنا صورناه كان يوم ماتش مصر وزيمبابوي. مظبوط. الناس كانت خايفة شوية، بس احنا كنا اتكلمنا ان منتخب مصر بيدخل حتى لو الناس مقلقة منه، ان في روح جديدة احنا حسيناها المرة دي، وان هو ممكن يعمل حاجة، وصدقت توقعاتنا. والمنتخب كان من اقوى المنتخبات في الدور الاول. الحمد لله الحمد انت لله. ايه تعليقك على ظهور المنتخب كده؟ وعايزين نتكلم برضو على توقعات دور ال 16. بص يا محمد، هو انت دلوقتي متهيالي عرفت انا ليه بحب افريقيا. لو فاكر اول بودكاست عملناه قلت لك ان افريقيا بالنسبه لي انا بعد كاس العالم. ليه كلام بقى انا سليم. بحب افريقيا؟ عشان اللي بيحصل ده، عشان المفاجآت اللي انت ممكن ما تبقاش متوقعها. وقلت لك ان في منتخب ضعيف جدا ممكن تلاقيه وصل لبعيد، ومنتخب قوي جدا ومرشح وممكن يطلع من المجموعات او يطلع من دور ال 16. كلام فانا بحب سليم. افريقيا عشان كده، وهفضل احبها عشان كده. وطبعا اللي حصل بعيدا عن بقيه المنتخبات، اللي حصل مع منتخب مصر هو اعاده حياه للتيم ده وللجيل ده مع حسام حسن. وزي ما قلت لك وبقولها تاني، مش تطبيلا والله للكابتن حسام، لكن انا عندي ثقه في الراجل ده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش، بس انا عندي ثقه في الراجل ده، وان شاء الله هيكمل، وان شاء الله هنروح ابعد من اللي احنا فيه دلوقتي. خلينا كده يا محمد ناخد دور 16. تمام، يلا 16 بينا. فريق المتاهل، ونقول توقعاتنا او تمنياتنا. تمام. تمام. خلينا تمام. ناخدها كده من اليمين زي ما هي تمام. مرسومه قدامنا، تمام. واقول لك الجزائر والكونغو. الماتش ده تامر من اقوى الماتشات في دور ال 16، وان كنت اصنفه مع جنوب افريقيا والكاميرون اقوى ماتشين فعلا بلا منافس. اتفق اتفق. منتخب الجزائر انا قلتها قبل كده، منتخب جاي ما بيهزرش، منتخب قوي. مع احترامي الناس ما ادتلهوش الوضع الحقيقي اللي هو يستاهله. مم. الجزائر منتخب انجازاته في بطولة افريقيا محدودة شوية، معاه بطولتين، مع انه منتخب ما بنقللش منه وليه تاريخ كبير. بس المرة دي هم جايين في حاجات يا تامر بتحسها كده ان هو عنده روح زي ما بيقول. مم. رياض محرز تقارير صحفية اتكلمت ان هو عامل لنفسه برنامج خاص، خس في الوزن، جاي ما بيهزرش. تمام. من اواخر البطولات لرياض محرز. ظهر عندهم جوهرة جديدة اسمها ابراهيم مازا. اللاعب ده مرشح بقوة ان برشلونة عايز يجيبه زي حمزة عبد الكريم. محمد عمورة لعيب كورة. احنا اتكلمنا قبل كده ان منتخب الجزائر منتخب متميز كدفاعيا. دفاعيا قوي عندهم اسماعيل بن ناصر جوهرة في وسط الملعب، اللاعب ده كان يستاهل يبقى الكارير بتاعه اكبر من كده، لاعب زي كانتي بالميل ما يقلش مم. عنه. وخط هجوم قوي جدا. فالجزائر جاي ما بيهزرش، وده انعكس في المجموعة، طلع 9 نقط. مجموعة اتكلمنا فيها قبل كده انها اصعب مجموعة. مم. مع الكونغو النهارده الماتش، قصدي في الدور ال 16، الماتش قوي جدا جدا. الكونغو الحصان الاسمر بتاع البطوله، وقلنا كده فعلا وقلنا كده وتوقعناه. ماتشه مع الجزائر ماتش قمه. مين اللي هيكسب؟ انا من وجهه نظري مرشح الجزائر. مم. لان توقع ولا تمني؟ لا توقع. توقع على توقع الورقه والقلم. او بالورق والقلم. تمام. ممكن الماتش حتى لو وصل بلانتات او حاجه والجزائر هتخلصه قبلها، بس رغم ان الكونغو يا محمد انت عارف انها فرقه رخمه زي ما بيقولوا كرويا، ده فرقه حقيقي. رخمه. ده حقيقي. بتعرف ازاي تدافع وبتعرف ازاي تهاجم. ده كلام مظبوط. ده كلام مظبوط، بس اللي انا شايفه من منتخب الجزائر الروح والتصميم اللي موجودة عنده. من الاخر الجزائر جاي عايز ياخد اللقب بأي طريقة. مم. ده تمام. كلمة وعلى يعني انت مسؤوليتي. هنا المواجهه الاولى الجزائر. الجزائر. طيب المواجهه الثانيه نيجيريا وموزمبيق. من دي مش محتاجة كلام كتير قوي. نيجيريا مخلصة الماتش قبل ما يبدأ، مع احترامي للموزمبيق. منتخب نيجيريا يا تامر ما صعدش كاس العالم. مم. نيجيريا من الفرق الافريقيه اللي انت بتبقى مستني صعود كاس العالم. يعني مثلا هسال تامر، صعد مين من الخمسه اللي صعدوا مثلا، ولا العشره اللي راحوا من افريقيا كاس العالم؟ مم. هتقول لي اول واحد نيجيريا. صحيح. نيجيريا ما صعدتش. تيجي تقول فين نيجيريا؟ فين نيجيريا؟ اه الملحق نيجيريا ما وصلتش حتى للملحق اللي خسر الكونغو كسبت. صحيح. فمنتخب نيجيريا عايز يطوي الصفحه ديت. وخصوصا انا ما بتكلمش على نيجيريا في فتره فراغ، نيجيريا عندها 6 لعيبه تامر قدام ما يقدر على القدره الا ربنا. صحيح. كل واحد صحيح. منهم بفرقه. فموزمبيق الله يكون في عونها. ربنا يكون في عونهم، رغم ان هم والله يعني عملوا من ضمن المفاجآت
كانت موزمبيق من ضمن ما هو مفاجآت دور المجموعات. الصراحه يحسب لهم ان هم صعدوا دور ال 16 مع الجبابره دولت. صحيح. بس هو سبحان الله نيجيريا يعني يا وخلص حظهم. الماتش من تمام. المواجهه الثالثه اللي انا شخصيا مستنيها، جنوب افريقيا والكاميرون. انت بتفهم يا تامر، الماتش ده تامر ده ممكن يبقى نهائي بطوله افريقيا. يعني لو قالوا لي مثلا نهائي بطوله افريقيا جنوب افريقيا والكاميرون انا مش هستغرب خالص. صحيح. جنوب افريقيا منتخب قوي جدا، وماتش قدام مصر لولا ان الشناوي اتعملق كان هيبقى الماتش في اتجاه تاني، مش عشان مصر منتخب ضعيف، لا جنوب افريقيا قوي. الكاميرون بقى الصراحه يوم في مثل جميل مصري بيقول لك يموت الزمار وايده بتلعب، ده الكاميرون. اتو عمل مشاكل، اتو ما عملش مشاكل. الكاميرون هو زي مصر، واحسن فريقين في تاريخ افريقيا مصر مع الكاميرون. مهما كان اسمه الكاميرون بيدخل البطولة ما تقدرش تقول البطولة هتنجح ولا لا غير مع تقدم مصر والكاميرون وبعدهم نيجيريا في الادوار المتقدمة. الكاميرون قوي جدا، هيواجه منتخب شرس. المنتخب ده انا الماتش ده بنسبة 51% للكاميرون، بنسبة 49% لجنوب افريقيا، وكنت ارشح تام هيوصل بلنتات. هي نسبه مش كبيره قوي يا محمد، لكن انا عايز اسالك بقى على الكاميرون. يمكن احنا ما شفناش حاجه واو في دور المجموعات بالنسبه للكاميرون. تمام. كانت ماتشات كلها ماتشات عاديه جدا. تمام. انت شايف ايه نقط القوه في المنتخب ده بتاع الكاميرون ونقط الضعف؟ منتخب الكاميرون انا شايف ان هو في حاجه في الكره تامر اسمها الارث الكروي. الارث الكروي ده اللي بيخليك مثلا تقول ريال مدريد مرشح، الاهلي مرشح، منتخب مصر مرشح. الكاميرون نفس النظام. الكاميرون طول عمره عنده لعيبه محترفه. هو دلوقتي ما عندوش لعيبه محترفه زي ايام جيرمي وايتو وسونج والكلام ده. كان في كل مركز في لاعب اتنين. بس الفرق هو عنده محترفين. الفرق في فتره ايتو لما كان بيلعب ان كان كل واحد فيهم بيلعب في اكبر نادي في العالم. لكن دلوقتي اللي هو موجود كانوا بيلعبوا في صفوه التوب 10 بتوع اوروبا والتوب 20. صحيح. لكن دلوقتي اللي هم موجودين برضه محترفين، مش باسامي قوه زي ديت، بس بيعرفوا يلعبوا يلموا نفسهم من الاخر. انتوا عامل لهم مشاكل ومزود المشاكل عليهم، بس كافراد في الملعب انا حاسس المره دي البطوله مختلفه. كل فريق جاي بيدافع على لون القميص بتاعه. الكاميرون عامل نفس النظام. الكاميرون عامل زي منتخب مصر يقول لك انا مثلا ما ينفعش اقعد من 2017 ما كسبتش البطوله. فهو جاي المره دي بامال مختلفه قدام كوت ديفوار حامل اللقب. لعبوا ماتش كانوا الند بالند معاه، وانا حكمت عليهم من الماتش ده. جايين عارفين هم عايزين يعملوا ايه. وفي فرق بتبقى يعني مثلا زي ايطاليا كده في كاس العالم، يبقى الفريق ميت يبدأ يفوق تاني، ميت كرويا ويفوق تاني. لما بيدخل في المراحل المتقدمة بيلاقيه بيتغير. الإرث الكروي ما بين كاميرون وجنوب أفريقيا ماشي في سكة الكاميرون. فأنا بس رشحت الكاميرون بس مش بنسبة كبيرة التاريخ. عشان التاريخ، وده اسمه الكاميرون. صحيح. لكن ما ينكرش ان جنوب افريقيا بعيدا عن ماتش مصر فرقه محترمه. لو يعني جداً. مثلا لو جنوب افريقيا طلعت الكاميرون ده مش مفاجاه. انا قلت لك يا تامر ممكن انا متوقع برضه. انا قلت لك يا تامر 51% الكاميرون 49% جنوب افريقيا. يعني الاثنين مع نفس النسب. مفيش فريق للابر هاند على التاني. الماتش ده اقوى ماتش مع ماتش الجزائر والكونغو، وان كنت شايف ده ممكن كمان يتفوق سنه على ماتش الجزائر والكونغو. صحيح. ماتش قوي جدا. لو ممكن يوصلوا بلانتات، ممكن جنوب افريقيا تكسب. ده مش يعني حاجه مش غريبه. انا فاهم ان انت مجرد توقع ان الكاميرون عشان التاريخ. عشان التاريخ. لكن ممكن جنوب افريقيا يا وارد جدا عشان التاريخ. المواجهه الاخيره في الناحيه اليمين المغرب وتنزانيا. منتخب المغرب يعني ما شاء الله طريقه سالك. وحبايبنا المغاربه وكده، بس معلش ده اضعف ماتش لفريق هيلاعب فريق في دور ال 16. الماتش بقى مش خلصان قبل ما يبدا. يعني المغرب هيشوف هيلاعب مين بعد كده. تنزانيا لاول مره تتاهل من دور المجموعات. ده كلام حقيقي. تمام. وفرقه يعني بتحاول انها تبني تيم، لكن لسه ما زالت الفرقه. وعلى فكره دي مفاجاه، صعود تنزانيا صعود موزمبيق من ضمن مفاجآت البطوله يعني. مجهود ليهم يشكر. كمان حاجه تامر في منتخب المغرب قوته الروحيه طبعا غير الارض والجمهور مع اشرف حكيمي. اشرف حكيمي من حسن حظ منتخب المغرب وحسن حظه ان هو راجع، لان كانت التقديرات اللي هو هيرجع على ماتش نص النهائي. هو راجع الماتش اللي فات، هم كانوا محتاجينه جدا. وجوده في ماتش تنزانيا خلصان من قبل ما يبدا خالص. يعني يعتبر اشرف حكيمي هينزل يسخن. الله ينور عليك. يسخن في ماتش تنزانيا. كان التاهيل ليه الماتش اللي فات، ودلوقتي هيبقى يبدا يدخل الفورمه. لان دلوقتي عندك تامر المغرب
المغرب مستني الكاميرون او جنوب افريقيا. لا الموضوع آه. مختلف، انت مش هتلاعب احنا تنزانيا. لسه هنتكلم فيها دي. تمام. نتكلم فيها بس ده يعني لا ما انا بقول لك يعني في تنزانيا وبعدين نشوف هيحصل ايه بعد كده. خليني بقى تامر اسالك بقى على الناحيه التانية اللي هي من دور المجموعات، لان ديت ناحيه تقيله شويه. مالي وتونس، تامر رايه ايه؟ طبعا انا لما شفت الاول المجموعات ولقيت تونس مش مع مالي انا استغربت، لان انت عارف ان ده حاجه كده زي كلاسيكو، دايما مالي وتونس بيلعبوا بعض في افريقيا، القط والفار مع بعض بالظبط دايما. فالكاف قال لك لا انت عايز تتفرج على الماتش هنفرجك عليه في دور ال16، وفعلا مالي وتونس كالعاده زي ما احنا متوقعين في دور ال16. الماتش دلوقتي مش هقول لك 51 ساعه، هو 50 50 تمام. تونس ليها طار، ومش مره ولا 2 ولا 3، 4 ضد مالي، نسبه كبيره قوي، تاريخ كبير جدا. وطبعا اللي حصل قبل كده في افريقيا فات لما الحكم انهى الماتش في دقيقه 85 وبعدين رجع وانهاه في دقيقه 89 والنتيجه 1-0، الصراحه من مهازل الكره الافريقيه، اثرت جدا 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 على الفريق التونسي. طب انت بتقول لي تتوقع مين؟ ورقه وقلم، ورقه وقلم، مالي اقوى، مالي اقوى بنسبه كبيره، مش كبيره بس مالي فرديا اقوى، اقوى جسمانيا على فكره، ده رقم واحد، واقوى تكتيكيا، اللي هو احنا هنقفل يبقى هنلعب ميديم بلوك، هنلعب ميديم بلوك، هم اقوى تكتيكيا، كلام سليم، تمام. لكن تونس عندها الحميه، عندها الحماس، احنا عايزين نعمل حاجه. وزي انت فاكر في البودكاست اللي اتكلمنا فيه عن افريقيا قلت لك ان تونس انت مش عارف هو حلو ولا وحش، ودي على فكره مش مشكله تونس بس، لكن هي اكتر منتخب انت مش عارف هو حلو وحش. بيلعب البرازيل بيكسب او يتعادل، وممكن يلعب بوتسوانا ويخسر عادي جدا. الاعلام التونسي يا تامر بيتكلم دلوقتي ان ده منتخب ضعيف جدا ما يليش يشيل اسم تونس. وجهة نظر بترد على كلامك، ان بيقول لك يا ريتنا ما لعبنا ماتش البرازيل، لان ماتش البرازيل ده هو اللي صدر لنا صورة سلبية اللي احنا نقدر نكسب اي منتخب في العالم، وجات على دماغنا في بطولة افريقيا. ده الاعلام التونسي بيقول كده. بس ترد انت على الكلام ده بايه؟ لو جات على دماغه ما كانش عارف يتأهل من دور المجموعات. لكن انا شايف ان الفريق ده مع المدير الفني يقدر يعمل حاجة. ماتش اظن ان هم متعودين عليه، مصر تونس ومالي زي مصر والسنغال، يعني ده كلام سليم، هم متعودين عليها، تمام. طيب انا بقول لك ورقه وقلم، مالي تكسب، تمام. لكن بحته بقى، فاكر لما انت كنت بتقول ارسل كروي، بحته بقى الجرينتا والطار وانا عايز اعمل وعايز اخلي، انا متوقع ان تونس تكسب. طب النسبه كام؟ 50-50، لكن توقع تامر مالي. تامر متوقع مالي. تمام، ندخل على الماتش اللي بعده. السنغال والسودان. تمام. طبعا احنا اختلفنا المره اللي فاتت على موضوع السودان، انا قلت لك ان هي هتصعد وانت ما كنتش متوقع ان هو هيصعد. كنت قلت ثالث مجموعه، انا قلت هقول لك رابع مجموعه، لكن دي من ضمن مفاجآت البطوله، وده طبعا يحسب لاخواتنا السودانيين، ده كلام حقيقي، ربنا يفك كربهم يا رب. لكن هو ماتش رخم على السنغال، رخم، لكن هل السنغال مش هتعرف تخلص؟ لا هتخلص مع احترامنا. هو كلامك صح يا تامر. هو الفجوه ما بين محترفين السنغال ولاعيبه السودان كبير. انا بس شايف حاجه عايز اضيفها على كلامك وللناس اللي بتتفرج على الفيديو. منتخب السودان ما يفكرش قوي في الماتش ان هو يبالغ في الخوف من السنغال. يعني هو يلعب الماتش ويسيبها لله، طبعا احنا سايبينها لله في كل الاحوال ونعم بالله، بس هي الفكره بعد توفيق ربنا ما يحملش نفسهم اكتر من كده. من وجهة نظري الجمهور السوداني كان محتاج فرحوا جدا بصعود منتخب السودان. والله كان مهما كانت النتيجة انت بتلعب مع السنغال، صحيح. ما تضايقش نفسك وما تحطش في دماغك، وابني على اللي هيحصل في البطولة ديت للي بعد كده. مظبوط. فانا توقعي يا محمد الطبيعي جدا السنغال هتتجاوز السودان. ايه الدنيا مع بنين. طب معلش يا تام، خلينا نتكلم على ساحل العاج كوت ديفوار مع بوركينا فاسو، وخلينا الدنيا كده ماشي. ساحل العاج كوت ديفوار وبوركينا فاسو، الماتش ده جامد قوي يا تام. بص، هو بوركينا فاسو متعب لاي فريق هيقابلها، لان بيعتمد على تحركات كتير جدا ولا مركزيه وسرعات، تمام. يمكن ده مش موجود في كوت ديفوار دلوقتي. السرعات
ما عادتش موجوده في كوت انت ديفوار قصدك دلوقتي. ان لعيبه بوركينا فاسو في الملعب اسرع من لعيبه كوتيفوار؟ اه كلهم على ده فكرة. تصريح جامد قوي يا تامر. اسرع من لعيبه كوت ديفوار، وهيبان في الماتش ده. هتتفرج على ان بوركينا فاسو، ده توقعي طبعا، هو اللي هيهاجم كوت ديفوار. لا يا تامر معلش انا متفاجئ من الكلام ده. انت هنشوف. بتتكلم في حامل اللقب وفريق قوي جاي مرشح ان هو يكسب اللقب تاني، وبتقول لي بوركينا فاسو هيبادر بالهجوم من اول دقيقه بص وهيهدده. بص انا لو انا كتامر، انا مدرب بوركينا فاسو ومعايا القماشه دي ومعايا امكانيات اللعيبه دي ومعايا السرعات والفتنس والبدني بتاع ده بوركينا هم فاسو مسمينهم ده، الحصنه. صح كده؟ الكلام فيول. سليم. لو معايا الفتنس ده، انا مش هستنى استقبل لعبه من كوت ديفوار. هتفرض اسلوبك عليه. على الاقل على الاقل ما استقبلش كل اللعب، لا انا ههاجم، لا انا هروح، انا عندي سرعات وعندي باكين وعندي وينجات اسرع من لعيبه كوت ديفوار. ده طبعا ملوش علاقه بالنتيجه. تمام تمام. يعني اللي انا بقوله ده كله ملوش علاقه بالنتيجه. النتيجه في النهايه ان كوت ديفوار هتعدي بوركينا مراوغ فاسو. انت يا تامر عشان كنت هقول لا اوعى تتوقع حاجه. كنت هقوم قايل دلوقتي على مسؤوليه تامر بقول ان بوركينا فاسو يا جماعه هتتوقع. انا ما قلتش، لا انا بقول ان هو ماتش هيبقى ممتع جدا بصريا، ممتع بصريا. ده كلام حقيقي، ده كلام هتفرج على كوره وهتفرج على صد ورد. والله بوركينا فاسو يا تامر لو تفتكر من واحنا اطفال كنا بنتفرج على بطوله 98 من بعدها ما غابش عن المشهد الافريقي. صحيح. بيبقى ليه تواجد في بطولات ما بيبقاش ظاهر فيها قوي، لكن لما بتسمع اسمه بتحس ان الناس بتتكلم عنه ان هو منتخب فعلا واقف على رجله. مظبوط. انا معاك ان هو هيبقى ماتش قوي جدا، بس انا بحته الارث اللي انت بتتكلم اللي انا اتكلمت فيها وانت بتتكلم فيها، كوت ديفوار لا طبعا صعب طبعا. ان هو يفرط في لا ماتش لا زي لا ده. ماتش زي ده هو لكوت ديفوار، لكن النتيجه ممكن تبقى قريبه على فكره يا محمد. ممكن تبقى نتيجه قريبه جدا، ممكن تبقى يوصل 2-1. طب معلش يا تامر اسالك سؤال، ممكن ان هو من قوه القوه البدنيه بتاعت بوركينا فاسو يكون راسم ان هو يوصل ماتش لبلانتات، ما هي دي نفس الفكره يقول لك بتاعت، انا لياقتي جامده والعب ال 120 دقيقه. بس بعدين بعد ما يوصل لبلانتات. ما هو ممكن يكون هو عامل سيناريو في فرق بتعمل كده، عنده الحارس بتاعه ولاعيبته متدربين قوي على البلانتات حلو. وحصلت ياما في الكوره. متدربين بس هم مش اقوى حاجه. وخد بالك كوت ديفوار هي مهما كانت هتلعب هادي، تمام، هي عارفه انها بتلعب بوركينا فاسو صح، طبعا. صح. وفي كلام عندهم في اوضه اللبس دي بوركينا فاسو مثلا يعني. ده كلام سليم. فهو ممكن يفضل بيستقبل لعبه 15 20 دقيقه في الاول، يبدا يهاجم، تمام، 15 20 دقيقه تانيين، خلص الشوط الاولاني. لكن بوركينا فاسو مش كوت ديفوار انا اسف، مش هتسيب نفسها فريسه لخطه بوركينا فاسو. كلام سليم، كلام ان هو مش مهما كان مش هيبقى فيه تراخي ان هو صح. لعلمك كوت ديفوار ممكن تستقبل هدف عادي جدا، بس تعرف ترد. هتعرف ترد وهتعرف تعوض باثنين وبثلاثه. ده كلام سليم، وانا متفق معاك ان هو مهما كان قوه بوركينا فاسو بس كوت ديفوار مش لكن هتسيب ماتش ماتش زي ده. بصريا ممتع. بصريا جميل ممتع. جميل. ده هو الماتشات يعني معظمها ماتشات نهائيات فعلا. بالظبط. ندخل بقى في الحته اللي عايزين نتكلم فيها تامر وللساده المشاهدين، مصر وبنين. احنا خليناها في الاخر لان ده مسك الختام ايوه بتاع هتاخد دور مننا 16 كلام وهتاخد كلام كتير. هتاخد مننا كلام كتير. الناس بتتكلم يا تامر مش حته بس ماتش مصر وبنين، الناس بتتكلم ما قبله وتوقعات ما بعده. هتكلم معاك الاول في ماتش مصر وبنين. انا هقول لك وجهه نظري وفي ناس يعني بتشاركني وجهه النظر دي. انا وهي بلاش نقلل من بنين يا جماعه. رايك يا تامر في الكلام ايه؟ مبدئيا دور المجموعات حاجه، ودور ال16 وما بعده حاجه تانية. حاجه تانية. تمام. انت في دور المجموعات انت ممكن لو ضمنت الصعود على الاقل بتجرب وبتشوف انت هتلعب ازاي وتنزل لعيبه احتياطي وي. دور ال16 هي ماتشات نوك اوت، خروج المغلوب. ما ينفعش ان انا اخترع، ما ينفعش ان انا اجرب حتى لو بلاعب محترمي طبعا بنين. وللعلم بنين مش فرقه سهله. بنين ده او الماتش بتاع مصر وبنين ده هو اخطر ماتش في دور في دور مصر كله من اول دور المجموعات، اذا ان شاء الله لو لعب نهائي. كلام سليم يا ماتش تامر. مصر وبنين. ليه؟ بنين مش سهله. هقول لك، انت عارف ان بنين هي اللي خرجت المغرب في 2019. ده كلام حقيقي. صحيح. هقول لك على معلومه مش عارف تعرفها ولا لا. في تصفيات كاس العالم لما تعادلنا معاهم 3-3. لا كاس العالم اللي جاي، اه تمام، جنوب افريقيا هي اللي صعدت، صحيح، اه ب 18 نقطه. الكلام سليم. مين اللي بعديها؟ فرقتين، مين ده؟ نيجيريا وبنين. بنين مع نيجيريا 17 نقطه و17 نقطه. واللي ودى نيجيريا في الحته دي
انها خسرت من بنين 3-1. معلش يا تامر، ده نيجيريا انا ما كنت بفيكتور اوسيمين بقى بشيكوزي بالرجاله دي كلها. انا ما كنتش متابع، بس انا كنت مفكر ان جنوب افريقيا هي اللي صعدت على نيجيريا. بصعد مش قصدي كده يا تامر، ان من جنوب مواجهات افريقيا بينهم. هي اللي خلت نيجيريا وصعدت هي. فرق نقطة. بنين هي اللي عملت كده في نيجيريا. وبنين 17 نقطه زي نيجيريا. يعني نيجيريا لو كانت كسبت بنين كانت هي اللي صعدت كاس العالم. لو كانت اتعادلت كانت ممكن تصل. بنين نيجيريا خسرانه من بنين. امال ايه يا جماعه؟ معلش منتخب ده كسب احنا ناخد نيجيريا بالنا ان 3-1. بنين مش فرقه سهله. واكبر ماتش خادع في دور ال 16 كله هو ماتش مصر وبنين. لو استهزأت بيه، لو قللت من الخصم، لو ما حسبتش حساب الخصم كويس وعرفت تاريخه ايه، وخصوصا في الفتره دي، ما بكلمكش على قديم، انا بتكلم على ده الجيل ده بتاع بنين. طبعا احنا مش عايزين نيجي نخسر من بنين ونقول لك اصل احنا كنا بنلعب الجيل الذهبي البنين، مش عايزين يحصل ده. صح. بس هي محتاجه شويه تاكتكس، محتاجين ان احنا نعرف ازاي هنلعب على الناس ديت، والموضوع هيعدي بسلام ان شاء الله يعني. كده ناخد الماتش باهميه. بالظبط. الماتش ده اكبر ماتش خادع هتشوفه. انا وجهة نظرك سليمة يا تامر، لان طول عمره منتخب مصر بيلعب على المنافس اللي بيلعب معاه. نلاعب الكاميرون نبقى اسود اكتر من الكاميرون ومصحصح لها ومركزين لها. مصر دي عملت في الكاميرون اللي ما فيش فريق في العالم عمل في الكاميرون. ونيجي ماتش مثلا، والله كلام سليم والتاريخ بيعلمنا، ناميبيا مثلا، بنين، مدغشقر، مش عارف ايه، تلاقينا متعادلين. بنين ديت انت كنت قلت ان هي صعدت على عملت نيجيريا، ما خلتهاش تصعد كاس العالم. ما صعدتش لا هي ولا نيجيريا. عملتها مع منتخب مصر في 2006. لو تفتكر الماتش ده اتعادلوا 3-3 في بنين. لولا الماتش ده مصر كانت هتنافس. انت كسبت الكاميرون اللي كسب الكوت ديفوار رايح جاي، وماتش بنين ده اللي خلى مصر ما تعرفش توصل ماتش النهائي وتنافس على الصعود. صحيح. يعني احنا عرفتنا برضو معاهم مش حلوه قوي. فبنين يا جماعه بنقول تاني هو اكبر ماتش خداع في دور ال 16. ماتش مصر وبنين لازم يترتب له كويس جدا، واحنا بنصور النهارده قبل الماتش بيومين تقريبا. يا ريت الكلام ده يتوثق. يعني لازم كابتن حسام حسن يحط الماتش ده في الحسبان. ده مش ماتش سهل، رغم ان هو لو على الورق هو كلام فاضي، لكن هو مش سهل. مش سهل كلام. بنين فرقه فعلا بتكافح. لا معلش يا تامر، انا هقول لك حاجه، هو فعلا مش سهل عشان حاجه. سيبك بقى من بنين او ايا كان المنافس. يا فرحتي بعد ده كله مصر خرجت، واسمها خرجت من اصل دلوقتي ده ماتش مش في المجموعه. لا خساره يعني خروج من البطوله. لا ده كلام صحيح. فعلا صحيح ولازم يتاخد باهتمام. انا عايز اقول لك ان انا لو كنت بواجه الكاميرون ولا كوت ديفوار ولا السنغال هبقى مرتب له وهبقى مطمن اكتر من ماتش بنين. ده كلام سليم، لان هناخد الموضوع جد جدا. بالظبط. فماتش بنين هو اصعب ماتش ممكن مصر تقابله اصلا، حتى لو لعبت فرق اقوى، لكن هو اكتر ماتش خداع، اكتر ماتش ممكن يحصل فيه حاجه. فاتمنى ان يكون كابتن حسام فاهم ده وعارف ده، واللعيبه عارفين ده. وطبعا زي ما قلنا ماتشات نوك اوت كلها ماتشات نهائي. طب خليني اسالك يا تامر، انت تتوقع ايه من حسام حسن واللعيبه اللي معاه؟ ان هي واخده الموضوع بتاع بنين بجد قوي، ولا بيقول لك انا هفكر في كوت ديفوار بعد كده؟ ما اظنش ان هو هياخد الموضوع بهزار خالص. انا عايز اقول لك ان كابتن حسام في ماتش انجولا احنا تعادلنا 0-0 وبنلعب ب 11 احتياط. حسام كان هيجي له جلطه على الخط. هو ما بيحبش يخسر. حسام حسن يا جماعه للمعرفه ما بيحبش يخسر. هو معروف عنه ده تاريخيا فعلا، ما بيحبش يخسر. ده حتى بقول لك لما كان بيلعب بلاي ستيشن مع المنتخب وهو لاعب كان بيكسر الدراع برضه، نفس حقيقي. النظام لما بيخسر. ما بيحبش يخسر. فماتش انجولا حسام كان يتمنى ان هو يكسبه بال11 الاحتياطي. كلام مظبوط. ماتش بنين هو مهيئ نفسه مهيئ رجالته ان احنا عايزين نكسب. نتمنى مفيش حاجه اسمها ان انا هنزل هلعب باثنين وتسعة احتياط. مش هيحصل. ولا ان انا مثلا اريح لعيب مهم عشان ماتش كوت ديفوار. الكلام ده فعلا غلط. بالظبط. غلط جدا. فهو يلعب بالاساسيين. ممكن واحد اريحه ابدله، انزل واحد في الدقيقه 60-70 مكان واحد اساسي. انما اللي حصل في ماتش انجولا كتجربه ده مش هيحصل. لا كلام سليم كان مظبوط. نخش بقى محمد على دور الثمانية ونشوف الطريق هيمشي ازاي. تمام. فنخلينا في الناحيه اليمين. دلوقتي عندك الجزائر هتقابل نيجيريا. تمام. والكاميرون هتقابل المغرب. كلام سليم. الجزائر ونيجيريا يا تامر ماتش متعة بمعنى الكلمة. تمام. اللي هيكسب فيهم التفاصيل الصغيرة هي اللي هتحسم الفوز. ده 50-50. الجزائر اقوى من تونس. النمرة اللي اتعملت على تونس مش هتتعمل على الجزائر، والجزائر عارف هو بيلاعب مين، ونيجيريا عارفة هي بتلاعب مين.
ده ماتش يا تامر ابقى كداب معاك لو انا قلت لك انا اتوقع مين، ما اقدرش فعلا. 50-50. مين اللي هيبقى كويس؟ يعني مثلا ممكن حارس نيجيريا وحارس تعبان شويه مم. يتعاملك يومها مثلا. فنيجيريا تكسب. ممكن مثلا دفاع الجزائر اللي معروف ان هو قوي يكون فاقد التركيز، فأوسمن يخبط له كرة كده في زحمة المدارس وتدخل جول ونيجيريا صعدة. مم. لكن ان فريق يفرض اسلوبه على الفريق التاني انا ما اعرفش. وان كنت ارجح ان الماتش ده هيوصل بلنتات تمام. من قوة الاتنين. مين اللي هيكسب الله اعلم. لكن قول لي توقع. توقع انا شايف مش تمني مش برضو. مش تمني. يعني احنا بكل احترامنا للمنتخبات العربية ونتمنى ان النهائي يكون عربي عربي، لكن احنا بنحسبها كورة، ده ما كلام يزعلش سليم. حد. تمني ناحية ولا بسيطة. تمني. لا مش تمني، معلش انا توقع. اسف. التمني غالب عليها شوية. لا احنا عايزين توقعات تمام. بقى. نيجيريا هي اللي هتصعد. تمام. ده بالنسبة لماتش الجزائر الجزائر ونيجيريا. ونيجيريا. طيب ماتش الكاميرون والمغرب. الكاميرون والمغرب. المغرب مش هتسيب الماتش ده يعدي من ايديها. زي ما محمود المليجي كان بيقول زمان، كان لهند هنتجوزوها بالذوق بالعافية. مم. ده هيكسبوا الماتش ده بالذوق بالعافية، هيكسبوه. المغرب هتعدي. تمام. طبعا انا كنت مختلف معاك هنا في حته ان ممكن جنوب افريقيا هي اللي تعدي. خلينا افترض معاك حاجه، لو جنوب اتفضل. افريقيا هي اللي بتلعب المغرب، هل التوقع هيختلف؟ هتبقى موضوع نفسي شوية. المغرب كان راجع من رابع كاس العالم وكان قوي جدا، مم. وكان واخد قلم في نفسه الصراحة شوية من إعلامه برضه وكده. لما لعب جنوب أفريقيا بان رجع لحجمه سن. جنوب أفريقيا منتخب قوي جدا ومتمرس، هو منتخب حديث العهد في أفريقيا، تمام. بس من ساعة ما طلع ما بيغيبش عن المشهد، وليه مع فرق بيعرف يكسب ياخد لقطة في ماتشات معينة. مم. جنوب افريقيا انت قلت كلمه جميله يا تامر. الكاميرون المغرب هتعديه. جنوب افريقيا لعيبه المغرب انا متاكد هتبقى نازله لو بتلعب جنوب افريقيا. والشبح بتاع بطوله 22 اه 23 اللي هم 23. طلعوا من جنوب افريقيا هيبقى مطاردهم، ممكن ياثر عليهم. بس برضه حتى لو جنوب افريقيا المغرب هتستقتل، عمر ما دور الاربعه هيسيبوه. تمام. هو كده كده المغرب لازم. لازم. مفيش فرصه، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، بقالهم كتير الناس ديت. مش هيسيبها المره دي، مش فمش هيسيبها. هيقدر مش هيقدر. مش هيقدر. الناحية التانية بقى تامر أنا عايز أسألك فيها. دلوقتي مالي وتونس. احنا قلنا مالي. مالي. السنغال والسودان. السنغال. يبقى اول ماتش. مالي والسنغال. تمام. إيه رأيك فيه؟ الماتش ده برضو زي ما كنا بنقول ان هو مش هيبقى ممتع، يعني ده من الماتشات يا محمد. لو انت بتنزل مش بتتفرج في البيت، لو بتنزل تتفرج على القهوه ما تنزلش تتفرج على الماتش ده. ماتش طف، ماتش هيبقى كله في نص الملعب. تمام. رغم الاسامي اللي موجوده، بس لو ماتش مالي والسنغال هيبقى ماتش طف جدا، ماتش في نص الملعب، ماتش كله احتكاكات، هتلاقي فيه 7-8 انذارات. ماتش مش هيبقى ممتع بصريا لواحد عايز يتفرج على كوره. تمام. تمام. لكن خلينا نخش على طول في التوقع. انا اتوقع السنغال تعدي مالي بطلوع الروح. هو ماتش يا تامر يعني من وجهة نظري أنا مصنفه ماتش ملاكمة. بالظبط. لعيبة مالي أنا بس حاجة تبارك الله أنا بس عايز أقولها، أليو دانج بالنسبة لنا هنا ملاكم. اه كانوا دبابه. دباب. كانوا عاملين خط دفاع شفت في الصوره. الماتش. الصورة. أليو دانج بالنسبة لهم انا مش عايزك اقول. محمد هاني بتاعه. ايوه محمد هاني بتاع. يبقى دلوقتي انا هنا نقولنا تمام. السنغال ومالي، فانا اتوقع السنغال السنغال. تعدي. مصر تعدي ان شاء الله. هتلاعب كوت ديفوار. اه مصر. الماتش كوت ده ديفوار. جامد قوي يا تامر. ماتش من كلاسيكيات افريقيا. تمام. صح. صح. ماتش هو اللي هيبقى رمانة الميزان في حياة الجيل ده وفي تاريخ الجيل ده. مصر وكوت ديفوار. طبعا احنا هنقول توقع، بس انا هقول لك لو مصر عدت كوت ديفوار، انا بنسبة 70-80% متوقع ان مصر ممكن تاخد البطولة بعد الماتش ده. بس الروح والحماس والادرينالين اللي بيضرب في الدم، صح. كل ده بعد ماتش كوت ديفوار. واحنا تاريخنا مع كوت ديفوار زي ما انت عارف، يعني تاريخ قوي جدا، وماتشات برضو من الماتشات اللي هي متعبة بدنيا. ده حقيقي. تمام. احنا معاهم يعني هم ما فرضوش سيطرتهم علينا خالص بجيلهم التاريخي. صحيح. بل بالعكس كسبنا منهم بطولة 2006 وكسبناهم في 2008 ماتش لحد دلوقتي انا ما شفت فريق حط 4 تجوان في كوت ديفوار غير مصر. مثلا يعني انت بتلعب، واياميها كنت بتلعب باسامي معظمها محليين وبتاع.
فانت دلوقتي عندك يمكن ايدج كده من الافضليه، انت عندك اسامي كبيره وعندك ناس ونجوم عالميين وي وي وي. ماتش صعب صعب، ماتش قوي قوي. قوي. النسبه كام؟ 50-50. عشان اكون صريح معاك، مش هبخس حق مصر ولا هدوس على الجيل ده، لا، ومش هنقلل من نفسنا ولا قدامهم هنقلل من خالص نفسنا قدام خالص اي حد. خالص خالص. لكن ماتش ورقه وقلم، لو انا راجل مش مصري اصلا، ورقه وقلم وشفت ماتشات مصر وشفت ماتشات كوت ديفوار، ماتش 50-50. كلام سليم. هتقول لي توقع، هقول لك مش هقول لك توقع عشان انا هتقول لي عايز تمني، اقول لك مصر. انا عايز اسالك سؤال يا تامر. الماتش ده طبعا بعد توفيق ربنا، ماتش مدرب ولا لعيبه؟ 100%. 100% في الاول، لحد ما تعدي اول مرحله الخطر اللي هي اول 30 دقيقه، ده لازم يكون المدرب موجود هنا. التكتيك بتاعه. خد بالك، في ماتش كوت ديفوار انت لو عديت اول نص ساعه، ويا سلام لو عرفت تسجل في اول نص ساعه، بنسبه كبيره انت خدت الماتش. طب لو انت استقبلت في اول نص ساعه، انت بتنهار تماما. مش هتعرف تعمل اللي ما عملته قبل كده مع زيمبابوي، انت جبت دخل فيك جون وقدرت ترجع. الموضوع ده مش مختلف. هيحصل. فانا بالنسبه لي ماتش مصر وكوت ديفوار باذن الرحمن، لو عرفنا نعدي اول نص ساعه بتوجيهات حسام حسن، بتمركز اللعيبه، بوقفتهم، بالتحولات اللي بنعملها، انا هقول لك اتفرج على ماتش ممتع. ده كلام ممتع حقيقي، ده جدا كلام. جدا جدا، وهات وخد. ده ماتش نهائي، ده بمعنى ماتش الكلمه ماتش نهائي. وهتلاقي فيه كوره، بس عدي اول نص ساعه. انا خوفي كله من اول نص ساعه. انا متفق مع تامر ان الماتش ده لو احنا عديناه، انت بدأت كسبت حمر اللقب، وكسبت منتخب افريقي متمرس وشرس ومليان نجوم. ومليان نجوم. هتاخد الدفعة المعنوية اللي هتخليك توصل بعد كده. انا مش شايف قدامي منتخب مصر. انا هقول حاجة بسيطة، والله العظيم الجيل ده، وانا على مسؤوليتي الشخصية، انا كنت يا تامر قاعد فترة متضايق منهم من بطولة 2019 لما صلاح والمحمدي راحوا شخطوا في الجمهور. مرجع شغفي ومرجع، طبعا ده مصر وكل حاجة، بس انا بتكلم على المنتخب. غير لما حسام حسن مسك المنتخب. ده اللي انا قلته والله يا محمد، هو الراجل ده كاريزما، كاريزماتيك جدا جدا جدا. وبعيدا بقى عن الناس اللي بتقعد تهاجمه، الراجل ده بيهجس، الراجل ده ما بيفهمش، انا كل ده مش فارق معايا. بص يا تامر، انا هقول لك حاجه. الحاجات اللي احنا بنرتبط بيها واحنا اطفال بتتنيها مع الواحد طول اي بني ادم في الدنيا صحيح كده. صحيح. انا شجعت الاهلي عشان خاطر حسام حسن، ولما حسام حسن راح وساب الاهلي وراح الزمالك، انا في ناس اعرفهم كرهوا الاهلي واللي راح شجع الزمالك. انا يعني بفضل الله تنيتنا اشجع الاهلي. والموضوع هنا مش اهلي وزمالك، في كاريزما حسام زي ما تامر قال. انا ما شفت لعيب مصري لعب بروح مع منتخب مصر زي حسام حسن. ما شفت لعيب كان عمل للاهلي. الاهلي كان فاضي واحنا اطفال صغيرين، كان بيكسب بحس حسام حسن واخوه ابراهيم احسن باك يمين في تاريخ الكره المصريه. حسام حسن لما مسك المنتخب، انا قلت هو، والله عملتها فيديو ونزلته على التيك توك، قلت دلوقتي هو كاسمه حسام حسن ممكن ما يكونش فنيا رهيب، بس حسام حسن في حاجه ان هو شخص مع دولت. انت عايز كده، انت عايز لما تروح تلعب. احنا الحاجات دي افتقدناها تامر من ايام الكابتن حسن شحات. اللعبه بقت طريه. معلش انا بتكلم في حاجه. وجايب مدير اجنبي هو بيتقاضى مبلغ مقابل تأدية وظيفه. الله ينور دي عليك. مشكله. مدير فني اجنبي، مدرب اجنبي اطرى من اللعيبه. تنزل في افريقيا اللاعب يديله كتف كده تلاقيهم بيبعدوا بتاع. حسام حسن ده كان بينزل الجزائر هو واخوه والجمهور الجزائري هناك، وما بيدورش هو ابراهيم. ده كان بيشد الاهلي ده ملومش حاجه. كان بيشد الاهلي بالظبط. انا بعشقه كلاعب وبعشق. فهم دلوقتي وجودهم لما جم اتكلموا، انا كان الناس هاجمته لما طلع قال ما حدش يكلمني والكلام ده، كان متعصب بعد ماتش اوزبكستان. بس هو كواحد انا مصدقه، بس في حاجه هو بيقول لك انا بيتكلم، هو ابن بلد ومش بيدعي. قال لك انا طلعت من الناس وعايز الناس دي تفرح. مظبوط. فهو وجوده ذات نفسه، معلش انتوا اللي انتوا بتقولوا عليه انا من وجهه نظري ده احسن لعيب في افريقيا. بيسالوه هو طفل، قال لهم المهاجم اللي انا خدته قدوه ليا طبعا مع روجيه ميلا في الكاميرون، قال لهم حسام حسن. والله ممكن يكون كان بيحب حسام حسن كمان، الله اعلم يعني، على روجيه ميلا. فدلوقتي وجود حسام حسن، كلام تامر انا يعني معلش يا تامر في الحته ديت، لانه فعلا استحضرنا الموقف اللي احنا اتشدينا للمنتخب جامد المره دي بوجود حسام حسن. بالظبط، ده اللي احنا قلناه. ولما اتكلمنا قبل كده عن حسام وكاريزمته وقدرته على السيطره على اوضه اللبس والكلام ده كله، انا قلت لك مش هيعمل الكلام ده غير بعد حسن شحاته غير حسام حسن.
كلام تمام؟ سليم. وانت سالتني المره اللي فاتت، قلت لي انت ثقتك في حسام، قلت لك انا ثقتي في حسام حسن متناهيه، بس اتمنى ان اللعيبه تكون رجاله معاه. تمام؟ تمام. لان هو ده اللي هيخليك تعدي، لا فكر ولا تكتيك، هي الروح في الاول مهم مع الناس دي، ده بالظبط. كلام حقيقي، ده كلام حقيقي. يبقى احنا كده وصلنا لربع النهائي. تمام. انت لا عندك، لا، وصلنا دور نصف النهائي دلوقتي كده. احنا كده نص النهائي نص صح. النهائي. انت عندك يمين نيجيريا والمغرب، كلام سليم. ايه رايك؟ تكسير عظامة تامر. بص انا عايز اقول لك ان دور 16 ده كله هو اقوى دور 16 يمكن الواحد يتفرج عليه من ساعه ما اتفرج على كوره. صح، ده حقيقي. كل ماتش هتقول نفس الجمله دي. ده حقيقي. بس معلش يا تامر، بالنسبة للاتنين اللي هو بيقول لك معانقة الذهب، اللقب ما بينك وما بينه ماتش. يعني مثلا المغرب نازل من 76 ما كسبش البطولة، تنظيم عالمي، ملاعب عالمية، جمهور قوي، اقوى جيل في تاريخ المغرب يعمل انجازات. المغرب جالها اجيال تاريخيه بتلعب كوره احسن من الناس دي. صحيح. بس هم دلوقتي يقول لك احنا اللي عملنا الانجازات. ما بينك وما بين جمهورك اللي هيكسر لك الدنيا ماتش واحد. بس المنافس قدامك مين؟ نيجيريا برضو حاجه تاني. ممكن بعد ما يعدي ده كله يتحول في ماتش زي ده، هيفكر نفس التفكير. انا عنده اسمي وشكويزي وايوبي والليله الحلوه دي ولقمان مش هنزل انا معايا احسن لعيب افريقي ومهاجم من احسن مهاجمين العالم، مش هنزل اتكلفت، الجمهور مش هينزل يلعب معاهم. هتبقى وجهه نظر. ماتش زي ده تامر بعد توفيق ربنا وللتوثيق اللي هيخلصه واحد بس، بونو كان في الميعاد المغرب كسبت. بونو ما كانش في الميعاد زي قدام جنوب افريقيا، مع احترامي بقى الحكيمي ودياز والكلام ده، المغرب هتخسر. بس خد بالك يعني الماتش ده من ضمن اسباب قوته يا محمد ان كل منتخب عنده دافع. نيجيريا عايزه تصالح جماهيرها بعد الخروج من كاس العالم. كلام سليم، ما هو ده اللي انا قلت. والمغرب انا بقى بتلعب على ارضك وفي وسط جمهورك، فانت عندك دافع. كل دافع. منتخب عنده الدافع وقوي، مش لمجرد ان انا لا. نيجيريا يعني ايه؟ نيجيريا ما صعدتش كاس عالم، تمام؟ فهو عايز يصالح جمهور. وبعدين نيجيريا من المنتخبات التاريخيه اللي كسبت بطوله افريقيا. صحيح. يعني نيجيريا حاجه تانية. بس اقول لك حاجه تامر، المغرب هتصعد النهائي. بونو هيقول كلمته خلاص. يبقى ده رأي للتوثيق. بونو هيقول محمد شهاوي ان المغرب هتعدي كمان نيجيريا. رغم ان هو طريقها يعني يعتبر مش اصعب حاجه، لكن قابلت فرقتين كبار يعني. قابلت فرق. تمام. الناحيه التانية يا تامر عندنا دلوقتي السنغال مع مصر. كلاسيكيات ومش ظريفه مؤخره يعني، ومش ظريفه، وذكرياتنا معاها مش حلوه. بس انا عايز اقول لك معلومه. اتفضل يا تاني. انت تعرف ان السنغال ما كسبتش مصر؟ احنا لعبناهم ماتش نهائي افريقيا وماتش صعود لكاس عالم. تمام. السنغال ما كسبتناش. تصدق انت نبهتني. خدت بالك من دي؟ بلنتات. احنا كله بلنتات. احنا بنلعب ضربات جزاء، وضربات جزاء ما بتحسبش مكسب وهزيمه. احنا كسبناهم ايام الجيل الطيبين. اوكي. 2-1. انت بتتكلم عن الموجود دلوقتي. الجيل قصاد جيل، رجاله قصاد رجاله. ما كسبوناش. تخيل بعد كل اللي انت شفته ده وعقده والسنغال، هم ما كسبوناش يا جماعه. احنا لعبنا مرتين صح ضربات جزاء. والله يا تامر فانا مش عايز اخاف من السنغال، وما عنديش استعداد ان انا احط اللي فات اذا كان صعود كاس عالم او افريقيا في اللي موجود دلوقتي. ليه؟ حاجه جميله. هقول لك ليه. السنغال انا مش شايف بامانه والله، رغم ان هم اليوم كامل الحق ان هم يلعبوا ويكسبوا، بس انا مش شايف عندهم دوافع زي اللي عند مصر، وخصوصا محمد صلاح. الراجل ده انا قلت قبل كده ان احنا ممكن ناخد البطوله بسببه. الراجل ده عنده دافع قوي جدا انه ممكن يموت بس ياخد البطوله. والله انا حاسسها في المره دي. انا كنت عملت بودكاست، لما كنا عاملين البودكاست انا اتكلمت على صلاح وقلت ان صلاح يعني مستواه مع ليفربول غير صلاح. المره ده تامر انا حاسس فيه مش عشان وجود حسام حسن. انت قلت كلمه جميله قوي، الوجود الدافع النفسي عنده، وقلتها صلاح عايز يرد على بتوع اوروبا، عايز يرجع لانجلترا، انا معاه الكاس. وجود لاعب زي ده، انا بس يا تامر هقول حاجه وعشان توصل للناس، ممكن انت ما كنتش تعرفها. انا حضرت ماتش مصر والسنغال اللي كان بتاع صعود كاس العالم اللي كان هنا في القاهره. منتخب مصر في الملعب وقف بتوع السنغال يا تامر والله العظيم، هم داخلين ملعب القاهره وانت في الملعب تبص لهم يخاف منهم شويه باجسامهم. بماني كان نازل حاطط الهاندي فيهم مش حاطط في دماغه.
بس ده اسمها مصر. حتى ما ياسر ابراهيم نزل مكان عبد المنعم لما خد بوكس في مناخيره ولعب ماتش، وكان ماتش عالمي، اللعيب بتاع مصر لعب قدامهم. معلش الماتش خلص 1-0 ومصر يلام عليها، انت جبت جون في اول 3 دقايق مم. كانوا بيخبطوا ركابهم في بعض، صحيح. كان ممكن تجيب جون تاني وتصعد كاس العالم. رحنا هناك هم جابوا كلمه سليمه، جابوا فينا جون بنفس النظام في تاني دقيقه، وصلنا معاهم بقى في الاخر ايه، لعبنا 120 دقيقه ووصلنا بلانتات. بلنتات. صحيح. ما صحيح. كسبوناش ليه بقى لو هم ولعلمك جامدين؟ انت كنت مؤثر عليهم نفسيا كمان. يعني ساديو ماني لما ضيع البلانتي، تمام، انت كان ممكن تقتل الماتش بالبلانتي ده لما يبقى نجم فريقك وبتيجي في اول الماتش وتضيع البلانتي واحمد الشناوي يتالق ويصده، تمام، انت اثرت عليهم نفسيا. ابو جبل اللي كان صده، سوري انا ابو جبل، ويتالق ويصد البلانتي وفي اول الماتش يعني. ده كلام فانت حقيقة. اثرت عليه. انت كنت محتاج بس مش عارف، صلاح ما كانش موجود يومها تامر، محتاج سن التركيز. انت كنت او كان هتكسب. بيقاتل لوحده بس مش بالقدر الكافي. صلاح كان، انت كلم ماني بعد البلانتي طلع بره الماتش، ده كان ماتش صلاح. اللي شال الماتش اصلا عندهم كان اسماعيل صار، صح ده حقيقي. وراح لعب الناحيه دي ده وكان مبهدلنا بصراحه. بس كابتن الفريق واحسن لاعب عندكم والنجم بتاعهم ويطلع بره تركيزه. انت بس كنت محتاج شويه توفيق يمكن من ربنا سبحانه وتعالى، ممكن شويه تركيز. ما كنت نشيلش لسه. صلاح كل حاجه. تمام. فانا بقول للناس مصر والسنغال ماتش مش مخيف. والله انا اتكلمت على ماتش مصر وبنين اكتر ما هتكلم على ماتش مصر والسنغال. ماتش مش مخيف يا شباب خالص. طب دلوقتي يا تامر وهعدي السنغال لو وصلت انا للدور ده باذن الله، باذن الله. انا عديت كوت ديفوار. خد بالك الماتش اللي فات أيوة، انا عديت أيوة. كوت ديفوار. مش عارف اعدي السنغال، لا والرجاله عندها لا 34 سنه. خالد كوليبالي 34 سنه واللي عنده 33 لا، ولو سنة. حتى هم شباب يعني، لا مصر قدها وقدود والله. لو عظم في قفه لا، ده اسمها مصر. شفت انا قلت لك من الاول اعدي ماتش كوت ديفوار محدش هيقف قدامي. طب دلوقتي يا تامر هتكلم بقى فيها انا وانت. مصر والمغرب وصلنا النهائي. دلوقتي منتخب شمال افريقيا بيقول لك لو مصر معاها 7 بطولات ما بتعرفوش تكسبونا، واحنا والمغرب عقدة لبعض في الاقصائيات الرسمية وكده. هل المغرب واسمها وبيلعب مصر، معلش مع احترامي، انت عارف الحساسية ما بين العرب، عارف. وهنبقى في النهائي، وهيرضى ان يتقال ان مصر كسبت البطولة من المغرب في المغرب والبطولة مقامة في ارض المغرب؟ هنعمل معاهم يا تامر. هي الفكره مش انه يرضى ولا ما يرضاش. هو مفيش حد هيرضى، لا هم هيرضوا ولا انت هترضى. تمام. زي ما قلنا عنده دوافعه. تمام. لكن انا لو تفتكر انا قلت كلمه في البودكاست اللي قبل ده كمان، ان عامل الجمهور والارض قد يكون نقمه على المنتخب المغربي. الضغط ده ممكن يسبب ان المنتخب المغربي ما يعرفش يتماسك. والله انا اتكلمت فيها انا كمان ووافقتك ساعتها. انا شايف ان هم عاملين ضغط اعلامي على نفسهم. معلش حتة الارث اللي انا اتكلمت فيها، انا مش مجنون ولا بطارد فكرة وهمية. منتخب مصر البطولة على ارضه بتبقى عليه ضغوط. الاعلام المصري ما فيش زي في الشرق الاوسط، و50,000 واحد بيتكلم، فلما بيتكلموا انت بتعمل ضغط رهيب. بس منتخب مصر بيتحمل الضغط، وفجأة بتلاقي الضغط ده وصل لمؤازرة بيخليك اللي انت تكسب البطولة. في فرق تانية ما بتتحملش الضغط. صحيح. ان ناس بدأت كتير تتكلم، اعلام بيوصف. انا شايف منتخب المغرب نقطة ضعف حاجة واحدة يا تامر، ان منتخب المغرب طالب من نفسه حاجات زيادة، طموحه اعلى من امكانياته. ان هو مثلا ايه، انزل مثلا نفترض ماتش مصر والمغرب في النهائي، الاعلام ده بس عندهم مش عايز يكسب مصر، لا عايز يشيل مصر. حطوا في المسار وبلعوهم 4 تجوان بنفس الطريقه اللي بيقولوها دي. هم المغرب لا مؤاخذه لو وقفت على منتخب المغرب، لو وقف على دماغه مش هيعرف يعمل حاجه زي كده في منتخب مصر. تمام. فهي الفكره ممكن ترتد عليهم في الاخر. صلاح زي ما قلنا الدوافع عند لعيب زي ده دلوقتي ممكن تكون فعلا محدش واخد باله منها ومحدش يتكلم فيه. ممكن يجي هو باللغه المصريه العاميه يتعفرت يعني هيبقى صلاح بقى مو صلاح بتاع ليفربول، وينتش لك 2 كده في بونو ويشمعهم له بطريقته، وفجأة تلاقي الماتش خلص كده فجأة 2-0 لمصر. فاكر لما قلت لك المرة اللي فاتت انا براهن على ذكاء صلاح لعيب ذكي، ده محدش يقدر يقلل منه. صح. عارف هو فين، وعارف هو عايز ايه، وعارف ان دي يمكن قد تكون اخر بطولة يلعبها وامل انه ياخد كاس افريقيا. كلام سليم. تمام. ولعيب صلاح طبعا
اشرف حكيمي سوبر ستار، وصلاح سوبر ستار، تمام، ومن لعيبه التوب كلاس، لكن دوافع صلاح اكبر من دوافع اشرف حكيمي. صح. صلاح والزخم اللي هو محطوط فيه، وراجل بيترشح في البالون دور كل شويه، وبيترشح في ذا بيست، وراجل شايل فرقه زي ليفربول على كتفه، تمام، دوافعه اكبر. واللي حصل معاه خصوصا مع ارن سلوت اكبر من اللي حصل مع اشرف حكيمي. الدنيا عنده سموث، والدنيا ماشيه صح صح. وبيكسب، والدنيا جميله يعني. صلاح عنده اكبر من ده، فانا براهن على ذكاء الراجل ده. طب انت هتقول لي يا عم الثلاث ماتشات صلاح كان فين؟ انا عايز اقول لك ان صلاح هو اللي عامل لك كل حاجه في الثلاث ماتشات، في الثلاث ماتشات. سيبك من ماتش انجولا، يعني قصدي ماتش زيمبابوي وجنوب افريقيا. ويمكن كان ليه دور كمان في ماتش انجولا في وجوده. صلاح بيعرف ازاي يقول للناس، وصلاح بيعرف يلم الناس حواليه. اللعيبه مكبراه، اللعيبه مكبراه، ده حقيقي، ده حقيقي، مش حته بيحبوه تملق جدا. او لا نفاق، لا لا لا، ده والله مش تطبيل صلاح. هم بيحبوه فعلا، هم بيحبوه وبيكبروه. ده حقيقي. ماتش زيمبابوي، صلاح اللي جاب لك الجون بالخبره، لا مهاره ولا اي حاجه. ده هو حسن توقع منه يا تامر، بس دي خبرة. قطع، ما ده حقيقي، ما هو النجم إن أنا لازم أحط محتاجه في الكرة حاجه زي كده. في الضيقه والجون مستنيها هناك، دي خبره، دي صح سنين صح خبره. صح. هو غمزها غمزه بسيطه كده وعارف ان هي هتدخل جوه. تمام. جاب لك الماتش جنوب افريقيا، ماتش معقرب ومبهدل، وكان ممكن يطلع 0-0 وتاخد نقطه. موضوع الضربه جزاء، وموضوع ان صلاح وقع، انا عايز اقول لك ان لو اي واحد تاني غير صلاح ما كانش الحكم رجع له قال عادي، احتكاك عادي، ومفيش فيها قوه ومفيش فيها عنف، وكان ممكن تعدي. مع ان بتاع جنوب افريقيا كان هيشيل له عينه مثلا، بس ممكن تعدي. انا بيني وبينك كتحكيم يعني، والناس بتتكلم، هو احتكاك ممكن يعدي وممكن لا، تمام. بس وجود صلاح، وان صلاح اللي وقع، وصلاح اللي طالع يطالب بده، لا، ده انت بتتكلم مع محمد صلاح. صح مظبوط. فيا جماعه صلاح مش عايز يضغط على نفسه، ويمكن حسام حسن قايل له كده، ما تضغطش على نفسك دلوقتي، اول ماتش خلاص، اتكينا على نفسنا شويه، خدنا 3 نقط، فانت ضمنت الصعود، خليك للتقيل. فانت لسه هتلاعب. هو ما كانش عارف بقى هيلاعب مين، لكن قدامه اسامي، قدامه كوتيفوار، قدامه الكاميرون، مين اللي هيجي معايا الكاميرون، قدامك السنغال، قدامك المغرب، فاصبر يا صلاح. فانا من اول ماتش كوتيفوار ثم السنغال هيبان صلاح، وهيبان دور صلاح، وهيبان عقليه صلاح، ان الراجل ده عايز يعمل حاجه لنفسه الاول، وده مش عيب انه يعمل لنفسه وللمنتخب بتاعه. بس فانا اتمنى ان يكون النهائي عربي، المغرب ومصر، وطبعا دي مفيش فيها توقع، انا اتمنى مصر تكسب. وانا برضو، وحاجه برضو يا تامر، مش تمني بس المره دي، لو مصر وصلت مع المغرب في النهائي، وحته الاعلام اللي احنا اتكلمنا فيها والكلام ده، انا متاكد ان منتخب المغرب بلاعيبه المغرب مش هتستحمل الضغوط، ومنتخب مصر هيعرف يطلع من الماتش كسبان. هي دي النقطه اللي ممكن الواحد بيحاول يلعب عليها، هي موضوع الضغط العصبي اللي محطوط فيه المنتخب المغربي. فانا اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف في النهايه بطوله كويسه بدون اي مشاكل، لان انا خايف من حاجه يا محمد. مصر والمغرب، مصر والجزائر، تونس يعني مختلفين شويه، لكن مصر والمغرب، مصر والجزائر دايما بيبقى فيه مناوشات، ودايما بيبقى فيه كلام، يبقى ماتش صعب القيل والقال، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل كمان في المدرجات، فاهم قصدي؟ ده كلام حقيقي، ده كلام حقيقي. يعني احنا دايما اخواتنا، نطلع في التلفزيون نقول اخواتنا، نطلع في الميديا نقول اخواتنا، لكن في ارض الملعب الموضوع مختلف خالص. صح كده؟ ده كلام حقيقي. طيب انا عايز اسالك يا محمد، انت طبعا شفت ال3 ماتشات بتوع مصر، طبعا احنا مش هنتكلم على كل منتخب، لكن خلينا في اللي يخصنا شويه، وهو منتخب مصر. عايزين نفرد له جزء كده، تقييمك للعيبه في 3 ماتشات دور المجموعات، ماتش زيمبابوي، جنوب افريقيا، وانجولا. انا هسيبك تتكلم، لكن انا عايز اقول لك ان حسام حسن كان بيغير ماتش عن التاني، كل ماتش غير التاني، ده كلام حقيقي، وانت عارف ده طبعا، ده كلام حقيقي، خطه مختلفه، لعيبه مختلفه، شكل مختلف، بالظبط، ما هو التاكتكس والشيب مختلف. لكن قيمهولي كده باللي انت شفته 3 ماتشات. ماتش مصر وزيمبابوي تامر، مصر كانت داخله البطوله، حسام حسن اول مره يبقى مدرب محطوط في الوضع ده. لعيبه مصر كانت واخده ماتش زيمبابوي ان هو فسحه، وكانت اللعيبه بني ادم لسه داخل اجواء، يعني ايه، ما كانش مستعد لها شويه. وكويس ان ده حصل في اول ماتش. الماتش ده ادى جرس انذار لمصر ان هي لازم تفوق وتحترم المنافس اللي هي بتلعب قدامه. نزلنا قدام جنوب افريقيا، الناس كانت بتقول هنشيل 3، المنتخب كان شكله مغير تماما. صحيح.
ماتش فكرنا بالروح اللي حسام حسن عملها، ان هو رجعنا لحاجات قريبة من جيل الطيبين بتاع زمان. وشفت ساعة طرد محمد هاني قلت ده حسام حسن اللي انا بحبه فيه. المدرب رايح، واحد تاني كان بياخد جنبه ويمشي بتاع جنوب، اتخانق معاه والتانيين وقال له ابعد ايوه، وابراهيم كان نازل، ولو في كرسي جنبه كان. وايوه وابراهيم كان نازل، كان يعني بيحب. في ناس صحتها بتيجي على الحاجات دي. بعد ما المنتخب حصل الطرد، معلش بتلاعب فريق قوي ممكن كنت تتدربك، وخصوصا ان منتخب مصر المنظومه مبنيه على ال 11. يومها انا هاجمت محمد الشناوي كتير، لقيت محمد الشناوي خرج لك الماتش 1-0. حارس المرمى من وجهه نظري اهم شخص في الفريق. صحيح. اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، وقفه الدفاع في، ما هو ممكن احنا نلم نفسنا ونقف في الدفاع، بس الرص عامله ازاي وكل واحد فاهم هو المطلوب منه يعمله ازاي. كانوا فاهمين جدا. عالج حاجه مهمه جدا، انا قلت رامي ربيعه مش نستا، بس حسام عبد المجيد لا يصلح للعب كره القدم. فهو حط رامي ربيعه احسن الخيارات المتاحه، وخلاه مع ياسر ابراهيم فاهمين بعض. احسن ثنائيه ممكن تتفرج عليها احسن ثنائيه فعلا. ورجع حمدي فتحي شويه عشان يامن خط الدفاع، فبان ان شكل منتخب مصر كويس، زهق جنوب افريقيا. الوم بس على حسام حسن في حاجه، عمر مرموش ما كانش يطلع من الماتش، تريزيجيه كان يطلع. انا كان نفسي بس يعدل خطه طريقه اللعب، يخليها ان امام عاشور لما نزل يبقى في وسط الملعب حاجه زي صانع لعب متاخر، ويدي حريه لصلاح ومرموش، لان جنوب افريقيا اندفعت بالكامل. لعيبه عالميه زي ديت في خط الهجوم هترمي لها اي كوره، احنا كان ممكن على حس المرتدات كسبناهم 3 ولا 4. انا مستغرب جدا من موضوع التحولات اللي حصل بعد الطرد ده. انا كنت اقول احنا مش عارفين نعمل تحولات واحنا 11. لما كنا 10 صلاح طلع كورتين، واحده لتريزيجيه وواحده لامام لو تفتكر. حصل. بس طبعا امام لانه مش فت، ده مش كلام حقيقي، 100%، ده كلام حقيقي. فجري بالكوره ووقف وحب يضيع وقت. تريزيجيه بقى هنا المشكله، انت قدامك واحد والملعب مفتوح، مش عارف تعدي واحد لواحد. تريزيجيه لو مكانه عمر مرموش كان خده وعدى بيه. خلينا تامر نكونوا متفقين في حاجة، بيبقى في ناس لها الابر هاند على ناس، مش معنى ان كده تريزيجيه لعيب قليل، بس تريزيجيه الصراحة تامر في عيب رهيب من ساعة ما رجع الاهلي، بان معاه في الاهلي ومنتخب مصر. تريزيجيه حس بنفسه اكتر من اللازم. منتخب مصر طول عمره بيكسب يا تامر بانكار الذات، لعيب زي، معلش انا بس حاجة عايز اتكلم فيها، لو تريزيجيه مفكر نفسه كده يتعلم من حسني عبد ربه. حسني عبد ربه ده كان الجندي المجهول، خد احسن لعيب في 2008. صحيح. الناس كلها طلعت تقول لك الحضري وتريكا وزيدان، هم عملوا اللي ما يتعمل، بس حسني عبد ربه ده كان عامل اللي ما يتعمل. معلش تريزيجيه ما عملش مع المنتخب حاجه زي الراجل ده، واحنا كنا بنديله اكتر من حقه وبنعمل وكده. مع منتخب مصر انت اتكلمت في حاجه، الكرة جايه لك ماتش صعب زي ده، افرض جنوب افريقيا كان جاب فينا جول مثلا، ما انت اللعيب قدام يا عم، يا تباص الكوره يا اما انت تعديه، لو انت ما انتش عارف تعديه اديها للي جنبك. انت بتعرف بيعمل ايه يا تامر؟ بيشوطها في رجل اللاعب اللي قدامه. اصل هو معلش هو مش ديلبيرو عشان يعرف يشمعها من نص الملعب في المقص. انا مش عايزها في نص الملعب يا شهاوي، ده هو عايز يعمل كده طول عمره. انا عايزك تعدي تسحب المدافع معاك لحد ال 18 يكون جالك واحد بس، انا مش عايز اكتر من كده. انما انت خدت الكوره، صلاح اداله الكوره، لو رقصه بقى هو الجول، لو عداه بقى هو الجول، هو ما عداهوش. انا عايز اقول لك حاجه يا تامر، هو ما بيلعبش السهله، هو مشكلته ما بيلعبش مش مسهلها على نفسه لا مع الاهلي ولا مع المنتخب. نفس عيوبه مع الاهلي بيعملها مع المنتخب، قال له بدرجه وصلت والله شفت له ماتش عمله مع الاهلي، انا قلت هو لو مش في الملعب الاهلي هيكسب، لانه بيعطل الكره جدا وبيبقى عايز يعدي، هو مش مهاري للدرجه اللي تخليه تعرف. صلاح لعيب مختلف، بلاش حد يحط في دماغه من الجيل ده ان هو زي محمد صلاح. فهو دلوقتي عمر مرموش انسب حل مع محمد صلاح، لدرجه يا تامر لو وصلت زي ما بقول لك هم 11 وحطيت صلاح ومرموش قدام يلعبوا زي ما يلعبوا، ده فكر المدرب مع اللعيبه احسن منهم كلهم. صحيح صحيح. اتفضل. فاضل بقى يا محمد الماتش الغريب والعجيب، هو ماتش انجولا اللي كابتن حسام نزل ب 11 لعيب، اول مره يلعب 11 لعيب بديل. ده كلام حقيقي. ايه اللي انت شفته في ماتش انجولا والفرق ده؟ السؤال اللي انا كنت عايز اساله لك بقى، وتقول لي الفرق ما بين البدلة بتوع منتخب مصر واساسيين منتخب مصر. من اول حارس المرمى، طبعا هو المهاجم كان مصطفى محمد، لكن كان منزل صلاح محسن وابراهيم عادل. فانا عايز اقول لك ايه الفرق ما بين البدلة والاساسيين في منتخب مصر الحالي؟ لو في نقطة ضعف يا تامر موجودة في المنتخب، هو مليان نقاط ضعف شوية، بس أكبر نقطة ضعف
ان في فجوه رهيبه ما بين الاساسي والبديل بتاعه. يعني منتخب المغرب مفيش اشرف حكيم، ونجم سوبر ستار، بس في مزراوي ده مش قليل، ده بيلعب في مانشستر، وابراهيم دياز، وفي محمد الشيبي. انا بتكلم على مركز اشرف حكيم. انت بتتكلم على المركز. على المركز ذات نفسه في 2 اقوياء جدا ما يحسسكش بفرق. الشيبي لعب اخر ماتش واحنا قلناها مع بعض، والله كان من نجوم اللقاء. دلوقتي منتخب مصر اللي 11 في حته، يعني شوف تريزيجيه انا بتكلم عنه عامل ازاي، بس البديل بتاعه مفيش ابراهيم عادل. بيراميدز عمل جريمه كرويه ان حرمه من الاحتراف، حته وهم. اصل هيروح الاهلي والكلام ده، اللاعب ده كان عايز يحترف وكان هيروح ختافي. لو راح ختافي بمستواه، هو دلوقتي ناس الكوره زيه زي حمدي فتحي. اللاعب للاسف بيروح الدوري الخليجي، الدوري الخليجي دوري شكله حلو بس التنافسيه مش موجوده، وبيلعبوا بمزاجهم فراجع. فدلوقتي تقول مثلا انا لو مكان الكابتن حسام هقول لك لا، ما انا يعني لو انا اتكلمت معاه مثلا نفترض، هقول لك طب انا لو قعدت تريزيجيه مستوى ابراهيم عادل شوف عامل ازاي، وهجيب مين لعيب من الدوري يلعب مكانه مثلا. فهي الفكره في كده. انا بعذر البني ادم لما كبرنا شويه الواحد فاهم الكلام ده، بعذر البني ادم في كده. نمسكه متامر. انا هقول لك يعني هتكلم معاك في الموضوع ده بما انك انت فتحته. انا دلوقتي بالنسبه لحراسه المرمى، انا شايف تقييمي ليهم ان محمد الشناوي مع وجود مصطفى شوبير ووجود حسام حسن فهو تألق. ولو رجع الاهلي هيرجع الشناوي بتاع الاهلي. هو خاف من الموضوع لان في اصوات طلبت بعد ماتش زيمبابوي ان نوقف مصطفى شوبير، ومصطفى شوبير قد التحديات. بالنسبه للاثنين دولت، الاثنين التانيين سد خانه. كان ممكن لما انت النقطه اللي اثرتها ان كان يبقى مكان الاثنين دولت محمد بسام ونختار لعيب كمان، ما يبقوش 4 ما يبقوش 4 قلنا هم 3. كلام سليم صح. كلام بس سليم. انا هقف بس عند حته حراسه المرمى ديت اللي انت قلتها، ان الناس كانت بتطالب حسام حسن بتغيير شوبير مكان الشناوي. حته بس عايز اقولها في حق الراجل ده، ان الراجل ده ما بيسمعش كلام حد. الراجل ده هو اللي شايف فرقته. الاداري الناجح بيعمل كده. الراجل ده قافل على نفسه وقافل على فرقته. مصر كلها بتقول له نزل شوبير، نزل الشناوي في ماتش من اصعب ماتشات المجموعه وهو ماتش جنوب افريقيا عشان يكسب الشناوي شوبير. الراجل ده كان تقييمه على سوبر سكور 9.8 من 10. ما هو اللي خد نجم الجوله. ده كلام حقيقي. فانا بس احقاقا للحق لازم ندي حسام حسن حقه، ان هو فعلا ما بيسمعش للناس وبيعمل اللي هو شايفه. فنكمل. بالنسبه لخط الدفاع، انا كنت بس عايز اتوقف على حاجه. هم المدافعين كلهم مستواهم عبد المنعم في حته وهم في حته. مش هظلمهم اقارنهم بنجم زي عبد المنعم، ولا هقلل من عبد المنعم واقول بس عبد المنعم مش موجود. احسن المتاح كان يبقى الاسامي ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، الاحتياطي بتاعه ياسين مرعي ومحمود مرعي. حسام عبد المجيد انا لو يا ريت كان يبقى معانا واحد زملكاوي ويسالوا بس عنه. هقول لك هو اللي مخسر الزمالك كل الماتشات. انا مش شايف يتم مكافئته، يتم استدعائه، خصوصا انه مش لاعب خبره لمنتخب مصر. الثاني محمد اسماعيل. انا كنت اتكلمت قبل كده قلت يا ريت الاهلي كان اشتراه مكان مصطفى العش. هو لاعب كويس جدا بس مش وقته. محمود مرعي بتاع بيراميدز واقف على رجله احسن منه بكتير. وياسين مرعي قدم نفسه في البطوله العربيه، هو ومحمد بسام كانوا احسن اتنين ومعاهم مروان حمدي. فهو كان يبقى ياسين مرعي مع محمود مرعي هما الاثنين الاحتياطي، وياسر ابراهيم ورابي ربيعه، والخامس بتاعهم احتياطي من الفرقه لو حد اتصاب لا قدر الله ولا حاجه، حمدي فتحي موجود وبيأدي الدور ده. بالنسبه انا متفق معاك تماما في حته ان حسام عبد المجيد كان بيقدم ضحك في ماتش زيمبابوي. لا ده هو كوميدي دمه خفيف قوي جدا بصراحه. يعني الجلطه كانت هتيجي بسببه. لا ده هو رهيب. هو رهيب. فده ما يعني استدعائه اصلا، هل هو ضغط جماهيري؟ الله اعلم. مش هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي بالنسبه للكابتن حسام حسن. ده تقييمه خليها بعد البطوله ان شاء الله. صح. هو شاف مين اللي بيلعب. رامي ربيعه اكبر من حسام عبد المجيد قد عمره مرتين وبيلعب ورجوله واحسن منه الصراحه. وياسر ابراهيم بالنسبه له عامل زي مالديني بالنسبه لحسام عبد المجيد. الوينجين يا شباب. الوينجين معلش الوينجين الوينج باك اللي هم يعني الباك. بعد طرد هاني لعب باحمد عيد ال 95. ما انا كنت هقول لك قبل ما نروح للوينج خلينا بس في الباك. انا قصدي الوينج باك. معاك يا تامر. دلوقتي محمد هاني انا مش هقول لك عليه ده كافو، بس هو فعلا احسن المتاح وبيلعب بسبب كده. البديل بتاعه انا هختلف بس مع حسام وابراهيم حسن والكباتن بتوعه، يعني الكباتن والجهاز الاداري. اكرم توفيق احسن بديل ليه. محمد هاني لا مساس، بس محمد هاني مفيش حاجه مضمونه في الكوره، انطرد. احسن واحد يلعب مكانه
كان اكرم توفيق، احمد عيد، عمر جابر، احمد هاني، كل اللي في الدوري هم في كوم. واكرم توفيق مهما كانت حالته وان هو بيرفع الشورت لحد كده وبيعمل الكلام ده هيبقى احسن منه. انا مش هقول لك يلعب على محمد هاني، بس هو كان المفروض كان يبقى هو البديل بتاع محمد هاني. صحيح. بالنسبه للباك الشمال، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، احنا ما عندناش احسن من دولت. محمد احنا ما عندناش اصلا، ما فيش باك شمال، عندناش. هتقلبها يمين هتقلبها شمال، ما فيش فهم دولت محمد حمدي وفتوح. الاثنين قريبين من بعض يا شهوي. الاثنين مش قريبين من بعض. يعني لو ماتش كبير مين يلعب؟ لو ماتش كبير، لو فتوح عندي فت 100% هلعب فتوح من غير تفكير. فتوح فيه نقطة كويسة جدا فيه، غير ان هو قوي هجوميا بيعرف يدافع. صحيح. بس فتوح مش مساعد يا تامر. ليه بقى؟ لان فتوح تامر ممكن يجي الماتش الدقيقة 40 ومش قادر يجري. فتوح تامر مع احمد عبد القادر ورمضان صبحي وصالح جمعة وينتمي للناس ديت في الفكر. مع اني انا ما بحبش احط بس ده كلام حقيقة تامر، ما ننكرهاش. انت عارف الناس دي كانت نهايتها ايه؟ ما هو داخل في نفس السكة. تامر حرام موهبة زي ديت يا تامر، انا بتكلم في كده. الراجل ده من احرف اللعيبه اللي جت مصر. تامر دلوقتي اشرف حكيمي المغرب كانوا داخلين بيلعبونا بيه. فتوح ده جاي حتى ما كانش اساسي في الزمالك ساعتها، وقف قدام اشرف حكيمي لدرجه رمى الكره عليه وعمل يعني هو نازل في دماغه ان هو مش اقل منه ونجح فيها وحرج اشرف حكيمي اللي معلم على اوروبا كلها. ده حقيقي. لما بعد المستوى ده انت المفروض تروح تحترف، مش تعمل كده. ده مع الزمالك ما بيلعبش 90 دقيقه، يعني موهبه رهيبه، حرام ان يعمل في نفسه كده. بص، هي نقطه انت اثرتها وهي مهمه جدا، هي العامل البدني للاعب المصري. احنا ما بنعرفش نبني بدني، ما بيتمرنش يا تامر. احنا مش الكلام مش على احمد فتوح يا جماعه، احنا بشكل عام اللاعب المصري مهمل في التمرين يا تامر. ما بنعرفش نبني بدني، ما بنعرفش نأسس بدني. محمد صلاح كان طالع من هنا ما فيش، انا هقولها بالعاميه يعني، فيش ولا عضله في جسمه، ما فيش استامينا. ده كلام محمد حقيقي. صلاح راح ايطاليا اتغير 180 درجه. صح ده كلام حقيقي. فاحنا اللاعبين المصريين كلهم، شوف اللاعبين المصريين، خلي اي لاعب مصري يرفع التيشيرت مش هتلاقي اللي انت بتشوفه في لعيبه افريقيا، حتى مش هقول لك اوروبا. احنا عندنا مشكله. فتوح ده لو بدنيا قوي واستامينا ويلعب 90 دقيقه ما يطلعش. بس هي الفكره دلوقتي، لا انا بالنسبه لي ماتش كبير هنزل محمد حمدي. ليه؟ لان محمد حمدي مش روبرت كارلوس، بس محافظ على تركيزه 90 دقيقه. فتوح مغامره جامده جدا جدا، وانا من مدرسه لا ما غامرش ولا عبه. هو بديل كويس جدا. لا قدر الله حصل لمحمد حمدي حاجه، هو ما فيش احسن من فتوح. حمدي واقف على رجله، يبقى فتوح للتبديل لو اغراض معينه في دماغ الكابتن حسام، او تريح، او انت كسبان لكن ما يبداش ماتش الصراحه دلوقتي. تمام. ماتش انجولا كان فيه نص الملعب، انت شفت كان فيه مهند لاشين، وكان مين تاني فكرني، وكان شحاته ومحمد صابر. ايه رايك في التوليفه؟ طبعا الرجاله ديت اول مره يلعبوا مع بعض، ده كلام حقيقي، ما لعبوش مع بعض حتى بلاي ستيشن، عشان كده ظاهرهم مش عارفين يتناغموا مع بعض. بالظبط، اول مره التيم ده كله يتجمع، الناس دي ما شافتش بعض غير في الاتوبيس. صح، ده كلام حقيقي. والله اول مره يلعبوا مع بعض. كانت مجازفه جدا من حسام حسن، مجازفه تمام. 11 ده جديد، وانا يهمني جدا حته نص الملعب ده يا شباب. هو نص الملعب يا تامر لو انت عايز تكسب بطوله بيبقى عندك حارس المرمى قوي جدا ونص ملعب رهيب جدا، والمهاجم حط اي مهاجم قدام هتعرف تكسب البطوله. نص الملعب يا تامر نفس المشكله اللي اتكلمنا فيها، اللعبه دي كويس مش لعبه قليله كفرديا كويس. محمد شحاته كويس، ومحمود صابر كويس، مهند شيرين قلت لك ان هو احسن واحد ينزل مكان حمدي فتحي لانه كوير ولاعيب كوره. ده كلام، بس انا هختلف معاك يا تامر في حاجه. احنا اشتغلنا في شغلنا ذات نفسه وشغل الدعايه وكده، بتلاقي واحد قوي جدا في مكان، تيجي ترقيه المكان تايتل اعلى او حاجه تلاقيه مش عارف يأدي في المكان ده. صحيح. ده رأيي في محمد شحاته، ده رأيي في مهند لاشين، ده رأيي في محمود صابر. بمعنى دلوقتي محمد شحاته وراه اعلام قوي جدا عشان هو لعب في الزمالك اقوى من بتاع مهند لاشين. اقول لك حاجه يا تامر والله العظيم من غير تحيز، حمدي فتحي انت عارف رايي فيه عامل ازاي دلوقتي وكده. لا لو انا مدرب هلعب حمدي فتحي عليه، مش لعيبه تامر بتاع ماتش السنغال والكاميرون. انا معلش يا تامر، ده رايي. انا معاك تمام. مهند لاشين ينطبق عليه نفس القول، هو لعيب كويس وكوير، بس مهند لاشين يلعب ماتش انجولا وامام عاشور يلعب والله مع حته انديه، هو اللي يلعب الماتشات الكبيره. في فجوه ما بينهم بس مش فجوه كبيره زي المراكز التانية.
في فجوه ان دولت لازما اقدم الثلاثه اللي انا اتكلمت عليهم، مع تعليقنا على مستوى حمدي فتحي وكده. لو انت تامر ماتش وانت كمدرب، وانا بقولها لك اهوت، انا عارف دماغ تامر، وبتلعب ماتش كبير، مهما كانت حله حمدي فتحي هتبدا بيه عن محمد شحاته. هي وجهة نظر، تمام. لان دفاعيا حمدي فتحي اقوى، قوي جدا. لكن كورة محمد شحاتة اعلى. هو وبعدين هو يعني الماتش بتاع انجولا كمان هو كان بيلعب بمهند هو اللي مكان حمدي، وقدامه محمود صابر ومحمد شحاتة. هو انا عايز اقول لك حاجه، هو كان بيلعب زي زيزو وامام كده. انا عايز اقول لك حاجه تامر، لعب المنتخبات مختلف شويه، ومع منتخب مصر بالذات لعب كوره والكلام ده على دماغي. بس في حاجه تامر مختلفه، البني ادم ليه جانبين، او اللاعب الكوره ليه جانبين، ليه جانب فني وجانب شخصيه. دينيلسون مم. حد يختلف على مهارته؟ لا طبعا. ما راحش ليه نادي كبير، ما كانش اساسي ليه مع منتخب البرازيل مم. بسبب الموضوع ده. بالظبط، الاستامينا، لعيب تركيزه بينزل استعراضي. هو كورته كانت اعلى من لعيبه البرازيل جدا. لعيب كراي، ما راحش ليه نادي كبير، ما هو بسبب نفس النظام. ممكن هو كانت دماغ دينيلسون ان ما ينزلش مثلا ماتش يديله اهميته، او يخاف في ماتش كبير. مم. في لعيبه مش عايز اذكر اسامي عشان احنا بنتكلم عن المنتخب هتعمل بلبله، نخليها موضوع تاني ان شاء الله بعد كده. ما بيستحملش ضغط الماتش التقيل. حمدي فتحي تامر يعرف يلعب قدام السنغال والكاميرون، سيبك ان هو مثلا حته مستواه قلل بدنيا او حاجه، لكن وقت اللزوم لو جاي عليه ماني هيديله كوع في وشه. عملها قدام ريال مدريد لما نزل، انا بعرف اللاعب الكبير بقيمه من كده. عجبني هو مش حته نازل يعمل لقطه، بس انا مش هشوف مودريتش استغفر الله مش هسجد له. هو شاف مودريتش قام زقه بايده كده، ده مودريتش بني ادم زي نزل شكل الاهلي اتظبط. هو في الماتشات ديت انت محتاج اللعيبه ديت، محتاج اللعيبه. امال صلاح تامر احنا بنتكلم على وجوده ليه؟ ماتشات كتير انا لو مدرب هطلع صلاح، بس صلاح هو اللي بيخوفهم لي. بالظبط، انت ما تقدرش ما اقدرش فهسيب صلاح مهما كانت حالته. مش عشان صلاح ماسك زله على حاجه او ولا كده، لا طبعا. انا لو مدرب ومعايا 10 لعيبه انا هسيب صلاح. ما انا حاسب الله ينور عليك، الله ينور عليك. ما ينفعش اطلع صلاح ايا كان الوضع. يعني في ناس كانت تقول لك ايه يا شهاوي في ماتش جنوب افريقيا بعد الطرد طلع صلاح ازاي؟ ليه بقى؟ ازاي يا جماعه؟ لان صلاح ما بيدافعش. هي دي وجهه نظر. ايوه صلاح ما بيدافعش بس واخد معاه 2. تامر الباك اليمين اللي صلاح كان بيلعب عليه، انا من يعني لو انا مستشار تعاقدات في الاهلي انا هجيبه باي فلوس. الباك ده تامر عالمي، وانا مستغرب ان هو بيلعب في جنوب افريقيا. والله لو وينج تاني من الدوري من المنتخب بيلعب عليه ما كان هياخد معاه حق ولا باطل. هو منه مع صلاح اتدربك من صلاح، ما عرفش يعمل معاه، قام يديله قلق، قام صلاح استغلها. ومعلش انت ده بلانتي، وقام واخد بلانتي. لعيب تاني يا تامر ممكن يخاف من الباك ده. صحيح. فالفكره اللي انا بتكلم فيها، لا صلاح زي بالظبط زي انت بتقول. انا ما بخافش من اسامي الفرق، من اسامي الفرق، ولا هم مين ولا نجوم ولا الناس ديت ايه. فانا عارف ان حمدي فتحي احتكاكاته كانت اكبر كتير من الثلاثه اللي كانوا موجودين. وما بيخافش من اسم يعني. صح. طبعا الموضوع مش موضوع خناقه يعني، احنا مش نتخانق، لا بس هو الفكره اي الشخصيه. التالت بتاعهم تامر عشان الموضوع ده مش عايز ابخسه، بس محمود صابر هو وقته مش دلوقتي، وقته جاي. هو لاعب ممتاز جدا جدا، وبيعرف يشوط من بره منطقه الجزاء. دي مش عند اللعيبه بتاعه منتخب مصر غير امام عاشور، ده ممكن يعني يعادل امام عاشور في القوه ديت، وبيعرف يتقدم. ده احتكاك ليهم. وهو ومحمد شحاته بالنسبه لعامل السن ان ممكن شخصيتهم تتقل بعد كده. وحاجه كويسه ان هم موجودين. بس يا جماعه عشان بس الناس اللي بتتكلم، لان انا شفت تامر هجوم رهيب من بعد ماتش زيمبابوي. انا مقدر كابتن حسام وابراهيم والجهاز اللي معاهم تفكيره عامل ازاي. الناس بتتكلم فعلا بتحط الناس تحت ضغط جامد. ما تجيش انت كل واحد واضرب ليلته. ما تجيش انت تقول لي قعد حمدي فتحي والعب محمد شحاته، وحمدي فتحي وحش. ايوه هو وحش، بس مهما كان لو هو وحش لا بيعرف يعمل. لو شحاته انا نزلته ماتش تقيل ركب هتخبط في بعض. خلينا نكون صراحه. وده اللي انا قلته لك من شويه، ان حسام حسن ما بيسمعش. ما هو ده كلام، دي وجهه نظر سليمه. قافل ودانه، ممكن يكون بيشوف بس محدش ليه دخل، بياخدها في الاعتبارات. بدليل ان هو هيقول لك انا لعبته انجول. طيب جه الوقت اللي انا نفسي يعني شفت فيه صلاح محسن كابتن منتخب مصر. انا ما كنتش متخيل وما كنتش اتمنى ان انا اشوف المشهد. هو لعيب كوميدي يا تامر، يعني هو شخصيه مرحه. بس انا شفت صلاح محسن كابتن منتخب مصر.
انت ايه رايك في اللي حصل ده؟ والله يا تامر انا شفتها. انا ش... انا شفتها. هو كوميك. هو صلاح محسن ده اصلا لما تشوفه، يعني صلاح محسن انت ايه ما تتابعش جاب كام جون وكده، تقول مثلا كلم مين على الانستجرام حاجات هو بيحب، في ناس بتحب الاخبار دي. هو صلاح محسن كده لما لقيته لابس شارة كابتن منتخب مصر ونازل، ونزل الملعب يا تامر، لا ده نزل يعني انا لو نزلت هبقى عامل زيه. احنا الاتنين ما بنعرفش نلعب كوره. لا المنتخب مصر يا تامر بالنسبه للهجوم، انا كان ليا راي ما اعرفش ممكن ناس كتير تختلف فيه. طبعا عماد متعب وعمرو زكي وزدان ده اسطوريين. ما انا كنت شايف اتنين يا تامر من وجهه نظري كانوا ممكن يبقوا يحلوا مشكله هجوم منتخب مصر. ده في الوقت الحالي. اه في الوقت مين؟ الحالي عمرو جمال وباسم مرسي. بس السن يا محمد. لا الموضوع مش سن قوي، معلش مهاجمين منتخب مصر مش صغيرين برضه في السن اللي بيلعبوا. بس هي المشكله واحد ضيعته الاصابات والتاني ضيعه دماغه. المهاجمين اللي موجودين في منتخب مصر، انا مع الكابتن حسام معلش هو ممكن كان اللفظ قوي شويه لما قال محترفين اوروبا. هو منتخب مصر ما بيكسبش بالمحترفين، بدليل حسام حسن ما كانش محترف ومهاجم بالظبط اسطور. بالظبط. بس مصطفى محمد يا تامر ما بيساعدش. هي ده هنا وجهة هنا نظر. النقطه. مصطفى محمد، انا شايف ان هو اوفر ريتد، مع احترامي. احنا لعبنا ماتشات سهله وماتشات يعني فيها احتكاكات شويه، ما شفتش مصطفى محمد عمل الشيء اللي المطلوب منه على الاقل هو لعيب كسترايكر. اتفضل يا تامر، انا هقول لك بس حاجه يا تامر يعني يعني عايز اضيفها. مصطفى محمد شخص مغرور جدا مع احترامي ليه، مغرور متكبر. يعني صلاح لو اتغر انا هقول ماشي ده صلاح حق. هنعديها اه. نبلعها. لكن مصطفى محمد انت مغرور على ايه؟ انت هنا في الدوري المصري كنت بتلعب مع الزمالك وكان السكواد قوي، محمد شريف خد هداف الدوري، محمد شريف. طلعت بره انا ما شفتش الاخبار مثلا يعني عمرو زكي نص موسم في ويجن وريال مدريد كان عايزه بديل لفان نيستلروي وده كان هداف الدوري الانجليزي. انا مصطفى محمد ما سمعتش مثلا ان توتنهام ماسك في استون فيلا، مش هقول لك الارسنال وتشيلسي عشانه، ولا مثلا برشلونه بيقول لك هاخده للرديف، ولا مثلا ريال مدريد بيقول لك انا عندي ازمه في المهاجم فهجيبه اخده بديل. بديل، ولا الكلام ده. ده في جلطة سراي معلش الدوري التركي ده ما يفرقش عن الدوري المصري غير بس ان هم شكلهم حلو ومهند والكلام ده. وراح ونانت. وننت وفي ننت انت يعني مثلا طلعتها في مدرب ان هو عنصري، هم كلهم عنصريين. ما انت من مدرب للتاني ما بنسمعش عنه حاجه، بيجي لك هنا منتخب مصر يا تامر قلع ضلوعه مشاكله مع المدربين، عمل مع الكابتن حسام بالظبط. ومع كابتن حسام البدري مشكله كانت كبيره جدا. كان ممكن واحد تاني يقول لك انا مش عايز اضمه للمنتخب خالص، وخصوصا ان هو ملوش تاثير يا تامر، يعني هو وجوده من عدمه ملوش هي تاثير. دي النقطه اللي انا كنت عايز اقولها. زي ما قلت من شويه ان هو اوفر ريتد، ورغم ان انا كنت اتمنى ان انا اشوف مصطفى محمد الوحش اللي الناس كانت خايفه منه، الراجل اللي بينزل ال 18 بيقرقش اللي قدامه. للاسف في 3 ماتشات انا ما شفتش ده. مصطفى محمد بدأ كل ماتش عن التاني بيثبت لي ان هو اوفر ريتد، الصيت ولا الغنى. لكن لو جيت قلت لي إن في ماتش مهم هلعب مين قدام، هلعب مرموش وتريزيجيه الناحيه دي وصلاح الناحيه دي، انا رايي كده، وهسيب مصطفى انا محمد رايي كده، احتياطي. انا رايي تمام. كده. اذا احنا دلوقتي هنرجع تاني لاخر نقطه بس. انا عندي ابراهيم عادل، اسامه فيصل، صلاح محسن. ونسيت واحد يا تامر معلش مع احترامي ليك، زيزو لا في الخط الامامي. لا انا بتكلم على ماتش اللي نزل فيه الاحتياطي. معلش الماتش بتاع تمام تمام. ومصطفى فتحي. تمام. طبعا مصطفى فتحي ده يعني مش هنقدر نتكلم، تمام. هنقول هو واخده طبعا بديل لصلاح، فبالتالي الراجل مش هيلعب غير في السيتويشن ده. بالنسبه لمصطفى فتحي انا كنت بس عايز اتكلم في حاجه، انا شايف ان هو ما كانش المفروض يروح المنتخب مع احترامي ليه، والكلام اللي كان بيتقال حبه البسله والكريز والكلام ده. لو هو قوي قوي كده ما كانش بيلعب اساسي ليه في النادي بتاع بيراميدز؟ مدرب بيراميدز مدرب قوي، سيبك من عبط يعني، مش قصدي هو راجل عنده هيبره ودمه خفيف، هايبر وبتخانق في اقل كوره، بس هو راجل معجون كوره وشفت له كذا لقاء وعجبني قوي. كان بيلعب قطه اساسي عليه، انا كان نفسي قطه اللي ينضم للمنتخب. الله ينور عليك. هو كان يبقى البديل، مش هقول لك يلعب على محمد صلاح، لا بس يبقى بديل، يبقى بديل. يعني مثلا صلاح مثلا طلعناه في الدقيقه 85 عايزين نراحوا للماتش الجاي، انزل لاعب يعتمد عليه، قطه يعتمد عليه يلعب 7-8 دقايق وهيبان.
كان قوي جدا لما لعب ماتش قدام الاهلي السعودي. معلش الاهلي السعودي بطل اسيا بالنجوم العالميه. قطه عامل ماتش العمر يوم هتجننه، وقال لك ده قطه وعامل فينا كده. وقعدوا يقولوا لعيب كان يستاهل قطه، ان كان ما بجيبلكش واحد من الاهلي صحيح. ان هو كان يلعب كان يبقى موجود. بالنسبه لخط الهجوم برضو، احنا قلنا الناحيه دي مصطفى مصطفى فتحي، كان قطه ابراهيم عادل. ابراهيم عادل احنا اتكلمنا عنه وقلنا ان هو يعني نسي الكوره فعلا. ده كان كلام بيقدم حقيقي. في ماتش انجولا يعني مسرح مصر كان كوميدي يستحي يسويه. ووزنه زاد قوي يا تامر. اه على فكره دي قفه اللعيب العربي اللي بيروح الخليج. ليه بقى؟ ما عندهمش التدريبات دي، ما عندهمش ان انت وزنك كام النهارده وزنك كام بكره. بينزل ياكل كبسه ويرجع التمرين ما فيش في دماغه. عايزين نعملها يا تامر، يبقى لها حلقه باذن الله من ان شاء الله دلوقتي باذن عن الله. حته، ونحضر لها جامد هتعجب الجمهور قوي ان شاء الله. التغذيه لان الموضوع اللي انت بتتكلم فيها يا تامر ده خطير. مهم جدا، الموضوع مهم جدا الموضوع التغذية. كبير ان هو يتقال في دقيقتين ثلاثه. ده عايز له حلقه من اولها لاخرها، بتتكلم عن التنشئه والتغذيه من عمر معين بتحليلات معينه لحد ما بيوصل للسن المعين. مظبوط وخصوصا لعيب الكوره. وخصوصا يعني لعيب الكوره. لعيب الكوره في حاجتين غير الكوره: النظام الغذائي وبدنيا تمرينات والكلام ده كله. صح. ممكن نبقى نفرد لهم وقت ان شاء الله نتكلم عنه. بالنسبه لابراهيم عادل، انا شايف الصراحه ان هو كان يعني احسن الموجود، وان كنت افضل برضه بحالته اللي هي موجوده لو هو فت وزي قبل كده محدش يقدر يتكلم. كنت عايز زلاكا يروح المنتخب يبقى بديل ابراهيم عادل. قطه وزلاكا. بيراميدز انا مش باخد لقطه، بيراميدز كسب بطوله افريقيا، كسبها مش عشان الاهلي بس مش فيه ما وصلش النهائي، كسبها لانه فريق قوي السنه دي، معاه لعيبه اقوياء. اهم اتنين في المنظومه بتاعته قطه وزلاكا مع المحترفين. صحيح. انا كنت استفيد من وضع زي ده، اجيب محمود مرعي، اجيب قطه، اجيب زلاكا. لو انا ما جبتش من بيراميدز دلوقتي لعيبته وهو كسب بطوله افريقيا، هجيب لعيبته امتى؟ فهم دول كانوا بدلة اقوياء جدا. لو انا عندي زلاكا، الحته اللي انت قلتها عبقريه تام بتاعه تريزيجيه واحد على واحد. انا هخلي زلاكا ينزل بديل ليه طالما هي بايظه كده، وبيعرف يعدي واحد على واحد اقوى منه، وفرق السن اسرع منه دلوقتي. طبعا اسرع منه. كان هو ده احسن بديل بالنسبه لخط الهجوم. انا بس كنت عايز من كابتن حسام حاجه، مع ان اللاعب ده انا بكرهه على المستوى الشخصي، بس ده مصلحه منتخب مصر. كان يبقى مروان حمدي موجود مكان صلاح محسن. انا معاك يا محمد في ان مروان حمدي على الجون. مش عارف هو مشكله مصطفى محمد ان هو اللي مستواه تراجع ولا لا، بس في حاجه بس مهمه، ان مروان حمدي هو مهاجم صندوق. تمام. قد يكون كابتن حسام حسن مش عايز ده دلوقتي، بدليل ان مصطفى محمد ما بيبداش الماتشات، ودليل تاني انه لما يبدا الماتشات بيطلعه. انا مش عايز واحد واقف في ال 18 ومستني كرة تجيله، ده مش هيحصل. كلام سليم يا تامر. خطة حسام حسن اصلا مش هتعتمد على ده دلوقتي. بس صلاح محسن يا تامر لا واقف جوه الصندوق ولا بره الصندوق ولا نايم في الصندوق. انا مش عايز اتكلم عن الموضوع ده. أيوة. انت لو خدت بالك احنا عدينا وما اتكلمناش، لان هو موقف كوميدي من ضمن الحاجات اللي هتتكتب بعد كده في غرائب الماما افريكا. يعني لو انت تامر بتختار القايمه هتختار صلاح محسن نهائي، يبقى مروان حمدي. انا هناخد حسين الشحاته العوي يمين ومش هاخد صلاح محسن. وانا كنت عايز اتكلم على ديت اخر حاجه. انا عملت لها لايف على الفيسبوك والناس قعدت. انا كنت عايز حسين الشحات كان يبقى موجود. معلش بس اخر حاجه، زيزو وحسين الشحات ووجود الناس ديت في المنتخب. زيزو مش عشان اهلاوي دلوقتي اللي انا اقول احسن لعيب في العالم، ولا عشان بيلعب في الزمالك اقلل منه. زيزو احنا حملناه اكبر من طاقته، واللي عمل كده جمهور الزمالك حمله اكبر. زيزو لعيب مجتهد. كانوا بيقارنوه تامر ببركات وابو تريكه، وعشان ما عندهمش اساطير زي دولت فكان بيقول لك زيزو اول ما راح قال لك البالونه وكده. زيزو لا هو بالونه ولا هو زي بركات. زيزو وحسين الشحات زي بعض. مع منتخب مصر زيزو لعب 12 ماتش، 0 جوان 0 اسيستات في بطوله افريقيا. ده مش تقليل من زيزو، بس لكل مقام مقال. لو بايدي وانا بختار، انا كنت هختار حسين الشحات عنه لسبب. حسين الشحات لعيب بيعرف يدافع اكتر. لو مثلا مش معاه اكرم توفيق واتصاب محمد هاني، هلاعب حسين الشحات باك يمين لانه لعبها قبل كده. وحسين الشحات لعيب في الماتشات التقيله يتميز عن زيزو، وانا قد كلمتي ان بيعرف يظهر. لما بيلعب قدام ريال مدريد زيزو ما يعرفش يلعب قدام ريال مدريد، هو حسين الشحات يعرف يعملها.
اللي خلاه يلعب قدام ريال مدريد والماتشات التقيله ديت يخليه يبقى موجود في منتخب مصر. بص، عشان بس ما نطولش على الناس في النقطة ديت، هو الموضوع بيرجع في النهاية لقناعات والتشكيل او الشيب اللي عامله، زي ما قلنا قبل كده ان في حاجة اسمها شيب والتاكتكس. كلام سليم. الشيب اللي عامله حسام حسن مش هيسمح لحسين الشحات انه يكون موجود. انا بلعب اصلا خطة حسام حسن لو انت فاكر كان بيلعب ب 3-5-2. الخمسة اللي موجودين في نص الملعب انا لازم يكون فيهم لعيب بوكس تو بوكس، وهو دي الفكرة الذكية جدا اللي عملها حسام حسن، او مع احترام الكابتن حسام نتشها من يسترو، ان انا بلاعب زيزو بوكس تو بوكس زي ما لعب في ماتش. طب مقتنع بزيزو في المكان ده جدا جدا جدا، انا مش شايفه يعرف يلعب وينج الصراحه، ده كلام حقيقي، لان الوينج مطلوب مواصفات معينه، وانت كمان صلاح موجود بره، فهتبقى عايز لما حد ينزل يقدم سحر، مش هقول لك زي صلاح بس قريب من سحر صلاح. فهو هو زيزو كاختيار منطقي، انا مش بعترض عليه طبعا، لكن الاعتراض زي ما قلنا في ماتش انجولا ال11، مش هنقول 11 لان في كذا. مكسب ماتش انجولا بالمناسبه كان بعد مصطفى شوبير، كان احمد فتوح الولد كان ممتاز. هو دماغه كروي، هو دماغه معجونه كوره بس للاسف. انما مع احترامي بقى التسعه التانيين قليلين نتامر خالص، قليلين جدا جدا، وجاب كبير جدا يا جماعه ما بين الاحتياطي وما بين الاساسي، فرق كبير جدا ما بينهم، فرق كبير جدا ان انا اطلع محمد صلاح في الدقيقه 85 ونزل مصطفى فتحي. ده كلام فرق حقيقي. كبير، ده كلام حقيقي، ده كلام حقيقي. انا ما عنديش غير الاثنين اللي بيلعبوا على اليمين، اذا كان مرموش ولا تريزيجيه هم بيبدلوا مع بعض، دول اللي ماسكين ده كلام حقيقي قيمه شويه. ده كلام حقيقي. في النهايه انا حابب اسالك بس كده شهاوي، انت شايف ماتش بنين التشكيل اللي هيلعب بيه ايه حسام حسن؟ الخطه والتشكيل يعني هيلعب ازاي، الشيب، ومين اللي هيبقى موجود؟ انا شايف يا تامر ان هو يثبت التشكيل من ماتش بنين لحد ماتش النهائي. الجون هيبقى محمد الشناوي يقدم مستوى قوي، وعند البديل بتاعه شوبير لو حصل حاجه. الاتنين المدافعين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. الاتنين الباكات محمد هاني ومحمد حمدي. قدام الاتنين المدافعين حمدي فتحي هيبقى دوره زي ليبرو متقدم. في وسط الملعب امام عاشور ومروان عطيه. قدامهم 3 صلاح تريزيجيه والمهاجم عمر مرموش. تمام. هي نفس التوليفه اللي انا بحبها بصراحه في المنتخب ده، لكن هي على حسب حسام حسن هيلعب زي ما لعب ماتش جنوب افريقيا ولعب ب5-3-2، ولا هيعتمد اللي كان بيعمله قبل كده انه يلعب 3-5-2. خد بالك موضوع 2 قدام ده مع حسام حسن منتهي، صلاح ومرموش. ده كلام حقيقي. تمام؟ ده كلام حقيقي. احنا بنتكلم في ورا 3-5-2 ولا 5-3-2. انا شايف بصراحه انا شاوي ماتش بنين هو هيلعب 3-5-2، هيفتح عرض الملعب تمام، وهيبقى عنده 3 ورا، بس مش ال3 اللي كان بيلعب بيهم بقى في ماتش انجولا، هيبقى فيهم موجود ياسر ابراهيم ورام ربيعه، وهيحط معاهم غالبا محمد حمدي، وهيفتح الملعب باحمد فتوح وبزيزو. طبعا هو بيحاول يجرب وجهة نظر برضه، لكن ماتش بنين اخر فرصه لحسام حسن انه يشوف شيب يلعب بيه، لان احنا كمصريين احنا مش عارفين. احنا لعب 4-3-3 ولعب 5-3-2 ولعب 3-5-2 اجاد. اجاد. بس انا عايز اقول نقطه، احنا كمنتخب مصر رجاله جدا دفاعيا لحد الان في ال3 ماتشات رجاله تمام، لكن لما محتاج مننا ان احنا نهاجم، وده اللي مطلوب في ماتش بنين هتسيب لك الكوره، اعمل اللي انت عايزه. ده خطر فعلا، والعشرة تحت الكوره عندهم، انت هتعمل ايه كمنتخب مصر؟ هتفرض شكلك عليهم ازاي؟ ده حقيقي. هتهاجم ازاي؟ سيبك من انت راجل دفاعيا وعملت ماتشات وقفت قدام جنوب افريقيا وانت 10. انا ما اقدرش اقول لك حاجه، انت كسبت الماتش ده عشان رجاله، مش عشان حاجه تانية. صح، عشان احنا قلب وي. طب انا عايز اكسب، انا عايز اخد الكرة واروح بقى اعمل ايه؟ ماتش بنين هيوريك، لان هم ده فرقه هيبقوا ال10 تحت الكوره، واحنا هنلعب لو بلوك. ورينا انت هتعمل ايه، احنا عايزين نشوف انت هتعمل ايه يا كابتن حسام في ماتش زي ده. رجاله دفاعيا خدت انت الكريدت بتاع الحته دي، خلاص الموضوع انتهى. بتدافع حلو كمان، والرجاله واقفه صح. طب عايزين نكسب، ما احنا عايزين نجيب اجوان بقى. صح، ده كلام حقيقي. ما جون في ماتش جنوب افريقيا وجون في ماتش زيمبابوي، والتاني يعني صلاح خلصوا بالخبره. ايوه، وبعدين اما لاعب كوت ديفوار هعمل ايه؟ اما لاعب السنغال هعمل ايه؟ الخوف من كده تاني، بس التحولات بقى انت فاهم، وازاي اغير التاكتكس بتاعتي، وازاي العب ميديم بلوك والكلام ده كله، انا مستني اشوفه من حسام حسن الفتره اللي جايه.
تمام. ممكن يكون كابتن حسام مخبي مفاجأة كده كويسة ان شاء الله، مش عايز ايه مداري ورقه كده مش عايز يبان ان هو مذاكر. نتمنى كده ان احنا نكونوا ضيوف خفاف عليكم كده، ونتقابل على خير كده ان شاء الله. يا ريت كل يشترك في القناة كده ويعمل لايك للفيديو. ويعني محمد وتامر بعت لكم احسن سلام. شكرا.